طيب بس خلوني بسم الله الرحمن الرحيم. خليني بس اقول لكم ازاي هنذاكر عشان ان شاء الله يعني طريقة المذاكرة الصح اللي انت تجيب بيها سكور عالي ان شاء الله. يعني ازاي مثلا تقدر تجيب 600؟ طبعا هي مش مرة واحدة بتلاقي نفسك جبت 700 ولا 750، يعني في الاول بتعلى تبقى مثلا توصل 650، بعدين توصل 680، بعدين 700 في يعني مستواك وانت بتحل معايا دلوقتي. ازاي اجيب سكور عالي ان شاء الله؟ احنا ايه يعني سي مثلا انا دلوقتي الانسان اللي هيجيب يعني 700 من 800 ده هنقول عليه ان هو عبقري. طب ازاي اكون عبقري في حاجه جينيس؟ هل يعني في طلبه مولودين ان هم يبقوا اذكياء، ولا السلام ممكن ان عليكم. انا اعمل حاجات على السلام عليكم كده ان لا، انا الدنيا اعمل؟ مش عندنا. الحمد لله ان انا اذاكر بطريقه معينه بتخليني عبقري في الماس مثلا. يعني معناها كده ان الانسان العبقري ده اتولد خلاص عبقري وذكي، ولا ممكن اي حد يبقى عبقري ويبقى ناجح في حياته؟ هو ده هدفنا. ايه رأيكم؟ هو الإنسان بيبقى مولود ذكي، ولا ممكن هو بطريقة معينة يبقى ناجح في حياته، يبقى عبقري في الحاجة اللي هو بيشتغل فيها؟ يعني الدول المتقدمة كلهم هناك أغنياء، هل هم كلهم مولودين أذكياء؟ لا. هو أكيد في حاجة هم بيعملوها مشتركة بقى في الدول المتقدمين، حاجة كده يعني مشتركة ما بينهم كومن، هي اللي بتخليهم كلهم ناجحين في حياتهم، كلهم عندهم بقى فلوس كتيرة وناجحين في الشغل، سيبك يعني حتى من الفلوس. طيب هما في عملوا تجربة كده لذيذة عشان يشوفوا ازاي الإنسان ممكن يبقى عبقري، واحنا هنتعلم منها طريقة المذاكرة بتاعتنا اللي هي انا هقول لكم عليها. احنا عندنا عالم اسمه اينشتاين. العالم اينشتاين ده يعني بيتصنف كده ان هو اذكى شخص كان موجود على الارض، لان هو عمل النظرية النسبية وعمل واخد جائزة نوبل واكتشف رولز كتيرة ونظريات كتيرة ما كانتش موجودة ولا حد كان يعرف يكتشفها غيره. طيب بعد ما مات راحوا هم عملوا ايه؟ اخدوا البرين بتاعه وعقله وقالوا احنا ايه، نعمل عليه دراسات عشان نشوف يا ترى هو ازاي عبقري كده. اساسا اينشتاين لما كان طفل وهو صغير اتفصل من المدرسه لان هو كان غبي، وبعتوا لوالدته في المدرسه قالوا لها تعالوا خدي ابنك، احنا ابنك غبي واحنا خايفين ان هو يعدي باقي الطلبه من غبائه، ان هو ياثر على مستوى المدرسه ككل. فقالوا لها ايه، خدي ابنك وروحي. فوالدته هي اللي خدته في البيت، وهي اللي ذاكرت له في البيت، هي اللي كانت بتشرح له كل حاجه. فاكتشف يعني هو ما كانش مولود ذكي ولا عبقري ولا حاجة، ده هو يعني من طريقة الهارد سمارت هارد ووركينج. طيب هم لما عملوا دراسة على البرين بتاعه اكتشفوا فيه حاجة واحدة بس يعني موجودة، بس مش موجودة في أي برين بتاع أي حد تاني. لقيوا فيه كمية رهيبة من المايلين، كمية غير طبيعية من المايلين. طب هي المايلين دي بتيجي ازاي؟ ما هي دي بقى سر الموهبة، التالنت كود، المادة المايلين. طب ازاي بتيجي وازاي اكون عبقري؟ هو عندك تو ستيبس. اول ستيب الكوتشنج، ان انت لما تتعلم اي حاجه اختار الكوتشنج بتاعك ان هو يكون واحد ايه بروفيشنال في الحاجه اللي بيديها لك. هتختار مثلا مدرس، اختار مدرس احسن مدرس. هتختار مثلا حد يعلمك تعمل اكل، اختار شيف احسن شيف. فدي اول حاجه الكوتشنج. تاني حاجه بقى هنذاكر بالديب ليرنينج او هتشتغل بالديب ليرنينج. دي اللي انا هعلمها لكم واحنا بنذاكر دلوقتي. يعني ايه الديب ليرنينج؟ الديب ليرنينج بيتكون من ثلاث ستيب. يعني فيرست ستيب اللي هي اندرستاند. هما ثلاث حاجات سهلين جدا وسهلين ان احنا نعملهم. انا لما بذاكر اي معلومه الديب ليرنينج هدفه ان انا افتكر اي حاجه اذاكرها. انا لما بذاكر اي معلومه عقلي، احنا عندنا نوعين من البرين. في التمبرال ميموري او الذاكره المؤقته، وفي الذاكره البيرمننت الدائمه. يعني ايه التمبرال؟ يعني ايه؟ يعني انت مثلا ماما تذاكر سلمان. بعد نص ساعه تلاقي نفسك نسيته تاني يوم في الصبح، يعني لو كنت شطور. في إيه ناس بعد ما تذاكروا تاني يوم ينساه، وفي ناس تذاكر وأول ما تدخل الامتحان تروح ناسية الرولز وما تفتكرهاش.
يبقى هي كانت كده المعلومه اللي انت ذاكرتها دي دخلت في التمبرو ميموري، الذاكره المؤقته. احنا بقى مش عايزينها تروح في التمبرو ميموري، احنا عايزينها تروح في البيرمننت ميموري. البيرمننت ميموري اللي هي الذاكره الدائمه. طب انا ازاي اخليها تروح في البيرمننت ميموري؟ هنعمل اول حاجه اللي هي اندرستاند. انت وانت بتذاكر اي سؤال مش فاهمه، لو انت ذاكرته انت انا هحفظه كده وخلاص، عقلك بيعمل ايه؟ بيروح يعمل له ديليت طالما ان انت مش فاهم. يبقى اول حاجه وانا بذاكر لازم اندرستاند. السؤال مش فاهمه يقول لي يا مس اشرحيه، هشرحه مره واثنين وثلاثه. او تعمل له سكرين شوت وتبعته لي وانا هشرحه لك لوحدك عادي، مفيش مشكله. اسال براحتك مفيش مشكله، لان انت لو ما فهمتش السؤال على طول عقلك بسرعه هيعمل له ديليت، مش هيخلي اي حاجه انت مش فاهمها. تاني حاجه، عشان اذاكر بطريقه الديب ليرنينج اللي هي ريبيت، التكرار. انت كل ما بتكرر الحاجه اللي انت بتذاكرها، يعني احنا عندنا بتبقى ادي الميموري اهي، دي الميموري، تخيل ان دي الميموري بتاعتك. فانت مثلا هتذاكر الرولز مثلا بتاعت الاريا ايكوال اللينس تايمز الويدث، اديك خزنتها في الميموري بتاعتك. اديك بتحل اول سؤال اهو مثلا فيرست كويشن، رحت ايه احتجت تجيب الرول بتاعت الاريا، تمام، اديك رايح لايه للميموري، تمام. وبعدين حليت سؤال تاني رحت كمان للميموري، وبعدين حليت تالت سؤال رحت كمان للميموري، حليت اربع مرات رايح جاي رايح جاي. يبقى انت كل ما بتروح وبتيجي المادة اللي بتتكون دي اسمها مايلين. المادة المايلين دي هي مسؤولة على انك انت المعلومة اللي انت بتذاكرها ما تنساهاش ابدا، ومسؤولة كمان عن السرعة ان انت تحل بسرعة. فهو يعني اينشتاين كان في كده يعني كمية المايلين دي رهيبة، ان هو كان اي حاجة بيذاكرها، يعني تخيلوا كده حد يقول لي نمبر ان هو كان بيذاكرها كم مرة. ايه رأيك يا بتول؟ قولي لي كده نمبر، يعني جس، خمني كده رقم. مش عارفة بصراحة، بس مثلا ايه يعني 100 مثلا. لا مش 100، 10000 طيب. واو. عشان كده هو عبقري، يعني في كمية مايلين مش طبيعية، لان هو كان بيكرر اي حاجة 10000 طيب. اكيد والدته هي اللي كان عندها طولة بال وتذاكر له بقى كده. تخيلوا بقى ان حد يذاكر مثلا الرول بتاعت الاريا ايكوال لينس تايمز الويدث ويذاكرها 10000 طيب، لا ده انت هتبقى يعني عبقري. ما هو فعلا عبقري كان. انا مش هقول لكم ذاكروها 10000 طيب، انا هقول لكم ذاكروها مثلا 5 تايمز. اللي عايز يجيب مثلا 480، اللي عايز يجيب يدخل في ال 580 ويقرب على ال 600 يكتبها لي 10 تايمز، اللي عايز يقرب من ال 700 يكتبها 20 تايمز. انا امبارح في السيشن قلت لهم اكتبوها 10 تايمز، ولا عايزين تجيبوا 700 في الاكزام؟ قالوا لي يا مس كلنا هنكتب 20 تايمز. كل الجروب اللي معايا كلهم قالوا مس هنكتبها 20 تايمز. انت اللي بتحدد انت عايز تجيب كام بالمجهود اللي انت بتبذله. تالت حاجة اللي هي اللايك، ان احب الحاجة اللي بذاكرها. يعني ما مش قبل ما ابدا اذاكر مثلا الانجليش اقول يا ده الانجليش ده رخم والمدرس بتاعه رخم وانا بكره الانجليش ويعني ويا ريت تحذفوه من الكون والكلام ده. هتقول كده على طول مخك اي حاجة هتذاكرها في الانجليش هيحذفها. تيجي تاني مرة تذاكر حاجة تاني نفس الحاجة تذاكرها هتلاقي نفسك ايه ابيض يا ورد. هتقول اه فعلا ما هو الانجليش رخم وانا ما بحبوش اساسا. لا يبقى احنا ما بنقولش كلمة ان انا ما بحبش، يعني انت ابدأ وقول ان شاء الله ربنا هيساعدني وانا هبدأ واحدة واحدة، وانا يعني هبدأ اتعلم الانجليش مثلا كويس واحبه. طبعا احنا الماس محدش يتكلم عليه، ده جميل وكلنا بنحبه. تمام. يبقى انا لما اقول لك مثلا النهارده اقول لك الرولز دي اكتبها مثلا 5 تايمز، تقول لي لا يا مثلا انا هكتبها 10 تايمز، ده انا هكتبها 20 تايمز. يبقى انت لما بتكتبها اكتر من مره وتبقى فاهمها بس في الاول، انت كده بتعمل ديب ليرنينج. الديب ليرنينج هو اللي بيخليك تبقى يعني ايه عبقري في علم ان شاء الله. يلا نبدأ بقى الليسون بتاعنا النهارده ان شاء الله. جهزوا الورقة اللي على جنب ولا النوت بوك بتاعتكم عشان ناخد بس كده ايه الرولز اللي هنبدأ نكتبه. احنا طبعا دي الحاجات دي بتيجي في السكشن اللي هو النو كالكوليتر. فانا اول رول عندي لازم نكون عارفينها اللي هي الابسولوت فاليو. لما يقول لي ابسولوت مثلا x ماينس 2، او هنا مثلا خلينا 3 عشان ما يبقوش شبه بعض، ويقول لي هنا ايكوال 5.
الابسولوت فاليو انا هدي لك اكزامبل زي كده هتكتبه عندك في النوت، اكتب لي ده وهتكتب الانسر بتاعته 5 مرات. الابسولوت فاليو هو معناها ايه؟ انا هشرح بس هنا الاجابه بتاعتي. معناها ايه الابسولوت فاليو؟ لو انت على الكالكوليتر جيت كده عملت لي قلت لي نيجاتيف 5 على الابسولوت بتاع النيجاتيف 5 هيدي لك 5. طيب لو قلت لك عايزين الابسولوت فاليو لل5 هتدي لك برضه 5. هو الابسولوت بيعمل ايه؟ بياكل النيجاتيف. يعني انا كده لو انا قلت لك ان الاكس، لو اللي جوه الرقم ده كان اكس يبقى كنت هتقول لي اه الاكس كانت ممكن تبقى بنيجاتيف 5 وكانت ممكن تبقى ب5، اللي هي الرقم اللي هيبقى جوه ده. يعني لو قلت لك absolute value of x equal 5، ما الاكس دي كانت ممكن تبقى بوزيتيف 5 وكانت ممكن تبقى بنيجاتيف 5 زي كده. فعشان كده ايه هتبقى ليها تو انسر اهو. بس احنا يعني ايه، انا هعلمكم طريقه الحل اللي هي اللي هنعتمدها بقى اللي هنحل بيها دايما، يبقى ان شاء الله اللي هي ايه. اول ما بشوف ابسولوت فاليو زي كده بس هنا في علامه ايكوال، خدوا بالكم لان هي في واحده تانية لسه اللي هي ليس ذان هناخدها. هنروح عاملين كده نقسم الصفحه بتاعتنا نصين. هاجي الناحيه دي، احنا الابسولوت فاليو ده ما بنحبوش، بنحب شكله لان ما نعرفش نحسبه لوحده كده بالابسولوت فاليو، فبكتب كده 2x minus 3 equal 5. تمام. والناحيه التانيه بقى بكتب 2x minus 3 equal negative 5. هنا اجيب الاكس الفاليو بتاعتها كام وهنا اجيب الاكس الفاليو بتاعتها كام، يبقى السولوشن بتاعتي هيبقى عندي تو سولوشن، عندي حلين. يعني انا هنا شوفوا كده النيجاتيف 3 دي بوديها الناحيه التانيه، وخدوا بالكم انا يعني ايه الدقه دي مهمه جدا. وانا بودي النيجاتيف 3 الناحيه التانيه اوديها اكتب هنا بوزيتيف، لازم اعمل كده. حتى لما عارفين الغلطه دي الناس اللي بتغلط فيها اللي هو بينسى الساين، الطلبه الشطار هم اللي بينسوا. فاحنا مش عايزين اي حاجه يعني تقع مننا بسيطه كده وتضيع مننا درجات، لان السؤال الواحد في الاكزام عليه 15 درجه. فانت غلطه بسيطه عشان ساين تافهه هتلاقي نفسك يعني نقصت 15 درجه، ليه؟ حرام. طيب انا هودي النيجاتيف 3 الناحيه الثانيه هتروح بالبوزيتيف، يعني 2x equal 5 plus 3. يلا يا بتول تعالي نكملها مع بعض. 5 plus 3 اللي هي كام يا بتول؟ 8. تقريبا. اه يلا الاكس هتكون كام كده؟ هنعمل ديفايد 2 هنا ونعمل ديفايد 2 هنا. كده يبقى كده تكون بفور. ايوه برافو عليك. يبقى ده الحل الاول فيرست انسر. يلا الناحيه الثانيه. يلا يا علي. يلا الناحيه الثانيه بقى، شايفه النيجاتيف 3 دي اوديها الناحيه الثانيه كده بالبوزيتيف. لازم اعمل كده، لازم تعملوا لي زي ما انا بعمل بالظبط. هنوديها الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. يلا يا علياء، بنات. علياء سوري. نيجاتيف 5 بلس 3. صح. يبقى 2x ايكوال كام؟ نيجاتيف 2. نيجاتيف 2. برافو عليك. بعدين هلا. نعمل ديفايد 2 يبقى الاكس عندي بنيجاتيف 1. برافو يا علي. يبقى السولوشن اللي عندي كام سولوشن؟ عندي لا اما الاكس ايكوال نيجاتيف 1 لا اما الاكس ايكوال 4. يعني كان جاي في الاكزام بتاع جولاي 23 كان جايب لي حاجه زي، خلاص انتوا دي اللي هتكتبوها بقى 5 تايمز. خلاص كده دي اللي هنكتبها 5 تايمز. اكتبوا لي دي. هو طبعا في الاكزام هيغير النمبرز دي، يعني ال 2 وال 3 وال 5 هتتغير اكيد، فاحنا بس يعني بنكتب الرولز نفسها. واحيانا تاني يسالني بقى السؤال برضه عشان نبقى كل حاجه كاتبينها، يجيب لي كده في نفس الابسولوت فاليو. اي تنزل ليه كده؟ بدل ما يقول لي find السولوشن يروح يقول لي كده find الديستانس between 2.5 and السولوشن، عشان دي برضو جت في الاكزام. طب معناه ايه الكلام ده؟ يعني انا هو بيسالني انا عايز الديستانس بين ال 2.5 والسولوشن. حاضر، انا السولوشن هم ايه على النمبر لاين اهو، ده نيجاتيف 1 وادي 4. هو بيقول لي شوف المسافه ما بين ال 2.5 والسولوشن، ده السولوشن وده السولوشن، ده الاكس يعني وده الاكس.
ال 2.5 اللي هي هتكون هنا في النص، ادي 2.5. يعني مش لازم تبقى في النص زي ما تكون بقى. هو بيقول لي ايه؟ قيس لي المسافه دي، انا عايزه الديستانس دي. شايفين الديستانس دي من هنا لهنا؟ فانا لما بيبقى عندي على النمبر لاين تو نمبرز زي كده وعايزه اجيب الديستانس، بمسك اللارج ماينس السمول. يبقى الديستانس هتبقى 4 ماينس 2.5. يعني 4 هنشيل منهم 2.5، يعني هتبقى 1.5. لا ده لسن يا، الليسون ده انت ما اخدتوش يا بدو. تمام كده. الابسولوت فاليو ده لازم جاي في الاكزام سؤال على ابسولوت فاليو، فلازم تحلوا لي دي كده. هما دول طريقتين الحل، لا اما يقول لي فايند السولوشن، لا اما يقول لي فايند الديستانس بتوين مثلا ال 2.5 والسولوشن. هنكتب دي 5 تايمز لو انت عايز تجيب 480. لو عايز تعلى لفوق كل ما تزودها اكتر، وهتكتبوها وتصوروها، يعني تكتبوها في الورقه وتصوروها لي وتبعتوها لي على الواتس قبل السيشن اللي جاي ان شاء الله. تمام كده الابسولوت فاليو. يلا ناخد بقى الليسون بتاع النهارده اللي هو فيه inequality. inequality say مثلا لو قلت لك انا عندي x greater than or equal to. على فكرة هي بالظبط دي. لو انا كتبتها، لو كتبتها كده، لو كتبت لك x greater than or equal to، دي هي دي، هما الاثنين واحد. انا هنا بقول x greater than or equal to، وهنا برضو عيني بتبقى على الاكس فبقول الاكس greater than or equal to. فيعني ما تحتاروش في الاكزام تقولي يعني دي غير دي ولا لا، الاثنين حاجة واحدة، بس احنا بنحب دي. فانت لو شفت حاجة زي كده يعني حاول تقلبها تبقى خليها كده. هتقول يعني انت هتقراها هتقول x greater than or equal to، يبقى هي دي. طب دي برضه هنكتبها عندنا، x greater than or equal to. دي معناها ايه؟ ان الفاليو بتاعت الاكس بتبدأ من كام؟ يعني هو بيقول لي ان هي اكبر or equal to، يعني هتبدأ 2 و3 و4 وهكذا بقى رايحة لغاية بوزيتيف انفينيتي. يهمني بقى اللي هي الانترفال دي اللي هو بيجيبها لي في الاكزام، فانا بكتبها على النمبر لاين. بص كده، يعني باجي بكتب عند التو، هو بيقول لي equal to، في equal to بعمل يعني سيركل كده متظلله. بيقول لي ان هي x greater than 2. greater than 2 يعني 2 و3 يعني هنا 2 و3 و4 و5 وهكذا بقى رايحه لغايه بوزيتيف انفينيتي. يبقى هي ماشيه من هنا رايحه هنا كده، رايحه ناحيه الرايت. يبقى دي الفاليو بتاعت الاكس. فانا لو عايزه اكتب لها انترفال، اعلمكم ازاي نكتب انترفال اللي هي بتيجي في الاكزام. عشان اكتب انترفال بشوف اول بوينت هنا كام ولاست بوينت هنا كام. فاول بوينت عندي 2، واللاست بوينت او دي السمول اللي هي الانفينيتي. الانفينيتي ده دايما جميل بنعمله اوبن، دي كده اوبن. التو هو بيقول لي ايكوال تو، شايفين كده ايكوال، فانا هعمل دي بقى كلوز كده. خدوا بالكم ان دي زمان انتوا كنتوا بتاخدوها كده، يعني كنا بناخد 2 والانفينيتي دي بيعملوها كده. ما هي دي اوبن، لان احنا مش عارفين هي الانفينيتي ده رقم كام، ده حاجه كبيره جدا ما نعرفوش هو كام. فبنعمله اوبن، لا اما دي او دي، بس هو بيحب دي في الاكزام. يبقى دي هنكتبها برضو 5 تايمز ونرسم الجراف بتاعها، وده الشكل الانترفال اللي هو بيسألني عليها في الاكزام. يعني انا وانا بحل هتفضل تحل تحل تحل، هتوصل في الاخر خالص ان الاكس جريتر ذان اور ايكوال تو. هيجيب لك في التشويسز، مش هيجيب لك دي بقى، هيجيب لك حاجات شكلها زي دي انترفال. فلازم ابقى عارفه الانترفال بيتكتب ازاي. تمام، لما تكون greater than or equal to. طب لو كانت greater than ومن غير علامة الايكوال دي، تعالى ناخد الشكل التاني. انا عندي 4 cases. تبقى اوبن بقى مش كلوز، صح؟ ايوه برافو عليك. هي نفسها، يعني لما اكتب لك كده اقول لك x greater than 2، زي مثلا اقول لك ان الاكس دي انتجر. انتجر يعني رقم صحيح، يعني ما فيش فيه فراكشن. يعني الاكس دي ممكن تبقى 3 و4 و5، يعني ما فيش من 3 3.5 4.7. لا انتجر يعني رقم صحيح اللي هو هول نمبر.
طيب انا هنا الفاليو بتاعت الاكس كام؟ هتقول لي اه الاكس يا مس تبدا من عند 3 و4 و5 تك 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 رايحه لغايه بوزيتيف انفينيتي. فانا نيجي نرسمها على النمبر لاين لان هي دي اللي هيسالني عليها في الاكزام بقى، اللي هي الانترفال. هبدا من عند ايه؟ برضو هبدا من عند ال2. ادي ال2 اهي، بس هعملها اوبن ورايحه لغايه مين؟ رايحه لغايه بوزيتيف انفينيتي. يبقى هنا بوزيتيف انفينيتي. هكتب بقى الانترفال. بعمل ايه؟ الانترفال دايما بمسك التو بوينت اللي قدامي دول اللي هي ال2. ادي ال2 يا عم، وادي بوزيتيف انفينيتي. الانفينيتي طول حياته اوبن، ادي الاوبن. طب ال2 هنا لان هي مفيش ايكوال هنا، يبقى دي هتبقى اوبن، فاوبن هعملها كده. او ممكن يعني لو حب يغلس علينا يروح كاتبها لي كده 2 وانفينيتي 2. دي هي دي كده جريتر ذان. خدوا بالكم هنا بيسألني في اللي زي كده، بيقول لي ايه؟ انا عايز السمولست فاليو للاكس اوف اكس. السمولست فاليو اللي هي ايه؟ ما تقوليش 2، هتبقى 3، لان ال 2 دي مش معانا، احنا واخدين من جنبها. السمولست فاليو هنا هتبقى 3، عشان بيسألني عليها برضو في الاكزام. يلا ناخد الرول اللي بعدها. برضو هي اللي هتبقى بس كده لما يقول لي اكس less than or equal. خلينا برضو نغيرها بس نخليها مثلا فوق، يعني مش لازم كل مرة تبقى. فالاكس less than or equal 4، يعني الاكس هتبقى كده. يعني هتبدأ من عندي 4 وبعدين 3 وبعدين 2 وبعدين 1 وبعدين 0 ونروح نيجاتيف 1 تك 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 لغاية نيجاتيف انفينيتي. لما اجي ارسمها بقى، يلا بينا نرسمها اهو. انا ببدأ من عند البوينت دي اللي هي 4. ادي الفور اهي. الفور هنا بيقول لي ايه؟ ايكوال، يبقى هعمل ادي الفور وادي الايكوال يبقى هعمل لها كلوزد. بيقول لي ان الاكس less than 4. less than يبقى هروح ناحية الليفت، لان هي بتقل بيحصل لها decreasing. يبقى هي دي رايحة كده، رايحة كده يعني رايحة ناحية النيجاتيف انفينيتي. تمام. انا دايما هنا وانا شايفه قدامي ان هي نيجاتيف انفينيتي و4. في ناس تيجي تقول لي مثلا انا هكتب 4 ونيجاتيف انفينيتي. لا ما ينفعش كده، اللي هم ايه متعودين ان السمول يتكتب الاول، يبقى دي ما ينفعش اكتبها كده. فهتبقى اكتب الاول نيجاتيف انفينيتي وفوق. يعني حتى شايفين الترتيب بتاعها لما بنيجي نكتبها، انا النيجاتيف انفينيتي هي ناحيه الليفت والفور اللي هي ناحيه الرايت. فانا اللي بشوفه الاول ناحيه الليفت هو اللي بكتبه. يبقى هي دي الانترفال بتاعتي. الفور هنا كلوزد. ليه كلوزد؟ عشان في هنا ايكوال. طيب يلا ناخدها بقى لما تكون اكس ليس ذان 4 بس without ايكوال. يلا اخر فورمالين اهي. احنا قلنا اكس less than 4، دي نمبر 4. الاكس less than 4 يبقى معناه ان الاكس عندي مش باخد الفور. اللي بعد الفور اللي هو مين؟ يعني انا اهو، يعني انا هنا 4 اهي، دي 4. السمول السمولر ذان اللي هو 3، وهنا 2 وهنا 1. ما ينفعش اقول 5 لان هي الاكس less than 4. فهتبقى هنا هتبدأ من عند 3 و2 و1 و0 نيجاتيف 1 تك 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 ماشيه كده. فهنيجي هنا نعمل ايه؟ نعمل كده ارو ناحيه الليفت اهو، رايح ناحيه الليفت، رايح لغايه نيجاتيف انفينيتي. يبقى انا لما اسالك لما تيجي انترفال زي كده واقول لك احنا هنعمل الارو ناحيه الرايت ولا الليفت، هتقول لي ايه؟ ليفت، لان هي دي كريزنج. فانا اجي اكتب الانترفال، شايفين احنا ايه؟ اول حاجه ظهرت عندي اللي هي نيجاتيف انفينيتي، يبقى اكتب نيجاتيف انفينيتي. والنيجاتيف انفينيتي طول حياته اوبن، والفور هنا اوبن، لان هنا مفيش ايكوال.
طيب الرول اللي بعدها اللي الناس بتتلخبط فيها وبتنساها، واللي هو لازم بيجيبها لنا في الاجزاء، اللي هي انا عارفه ان سي مثلا الاكس جريتر ذان 4، بيجيب لي كده مثلا يقول لي نيجاتيف اكس جريتر ذان. فاحنا بنبقى بيقول لي فايند السولوشن، يعني بيقول لي انا عايز الاكس بس. فايند السولوشن، السولوشن يعني عايز الاكس بس من غير النيجاتيف. فانا لما بعمل نيجاتيف هنشقلب الانيكواليتي دي. فانا عايزه بس افهمها هي ليه انا لما بعمل ملتبلاي في النيجاتيف الانيكواليتي لازم اقلبها. عشان نفهمها، لو ان احنا مش فاهمينها هننساها. الرول دي هتكتبوها برضه، بس نفهمها الاول. زي مثلا تعالى نتفق مع بعض، لو قلت لك ان ال1 احنا متاكدين 100% ان هو less than 3. تمام. طيب لو انا هضربهم في نيجاتيف الاثنين، طيب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. يعني دي احنا دي تمام، اوكي، دي احنا متاكدين ان هي كوريكت، يعني ان الكواليتي مظبوطه، ان ال1 less than 3. طب لو انا قلت لك تعالى نعمل كده، هل نيجاتيف 1 less than نيجاتيف 3؟ انا هضرب في الناحيتين في نيجاتيف، ومش عايزه بقى اقلب ولا حاجه. مش عجباني انا موضوع ان انا بقلب الانيكواليتي. انا لو ما قلبتش الانيكواليتي، تعالوا شوفوا كده، هل النيجاتيف 1 less than نيجاتيف 3؟ مين الصغير هنا؟ هو ده اللي سمول. المنزل تاني. اه، فالنيجاتيف 3 هي اللي سمول. فعشان كده انا لما بعمل ملتبلاي في النيجاتيف او منزل ديفايد على خلاص يا النيجاتيف ماما. لازم اعمل شيل الاكل. لما اعمل ملتبلاي في النيجاتيف must be اغير ايه الانيكواليتي. يعني هتبقى كده نيجاتيف 1 less than or equal نيجاتيف 3. اه كده الدنيا تمام. النيجاتيف 1 greater than نيجاتيف 3، لكن ال1 less than 3، يبقى دي كده no. فانا دايما لما بنعمل ملتبلاي في النيجاتيف بعمل ايه لما بقى when multiply or divide by negative number، بنعمل ايه must be اعمل inverse reverse للانيكواليتي، بقلب الانيكواليتي. طيب تعالوا نشوف كده الاكزامبل بتاعنا، واحنا هنشوفها دلوقتي في الاكسرسايز واحنا بنحل ان شاء الله. بس انا بكتب لكم بالروز الاول وبعدين نبدا نتدرب عليه واحده واحده. فانا هنا عايزه بقى ايه، مش عاجباني النيجاتيف اكس دي، فهعمل ملتبلاي في نيجاتيف 1. حاضر، ادي نيجاتيف 1 هنا هضربها في نيجاتيف اكس. تمام. اول ما هضرب في النيجاتيف اروح عامله ايه بسرعه، امسك دي كده، بدل ما هي كانت جريتر ذان اخليها ليس ذان، والناحيه التانيه احط ايه نيجاتيف 4. يعني الاكس less than نيجاتيف 4. يبقى هي في الاول كانت نيجاتيف اكس جريتر ذان 4، لما هعمل لها ملتبلاي في النيجاتيف هتبقى بوزيتيف اكس less than نيجاتيف 4. طبعا دي اللي هي مهمه جدا وبتيجي دايما في الاجزاء، والطلبه كلهم بينسوا دي. عارفين الطلبه بيعملها لي ايه؟ بيكتبها لي ان اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 4. لا. تمام كده الرولز دي. طيب في واحده، اخر واحده كده عندي قبل ما ناخد الابسولوت، اللي هي بيبقى هي احنا ما غيرناش حاجه، اللي هي مثلا يقول لي مثلا 2x بلس 3 greater than 2 وليس than 5. يبقى فيها حاجتين كده greater than، وممكن هنا يبقى فيه equal، يعني عادي مش هتفرق في حاجه. وممكن واحده بس تبقى فيهم equal والتانيه ما فيش فيها equal، برضه ما فيش مشكله، هي نفس الطريقه، انا مش هتفرق معانا اهي مثلا. فانا لما الطريقه لما يجيب لي حاجه زي كده يعني فيها greater than، يعني انا دي بقراها ازاي؟ بقول 2x plus 3 greater than 2 and less than 5. بعملها ازاي؟ اول حاجه بتخلص منها اللي هي ال 3 دي،
احنا مش زمان كده بنوديها بالنيجاتيف هنا وهنا. يعني انا لما كنت بيبقى عندي مثلا 2x بلس 3 ايكوال مثلا 5، كنا اول حاجه بنعملها ايه؟ كنت بقول والله ال 3 دي مش عايزينها جنب الاكس، فبوديها الناحيه التانيه بالنيجاتيف. فانا نفس الكلام بالظبط هعمله هنا. اه هنا ماشي، هنا في ايكوال، لكن هنا انيكواليتي. انيكواليتي اللي هي بتبقى less than or greater than اسمها انيكواليتي. اه هي نفس الستيب. فانا هنا النيجاتيف 3 دي هوديها من الناحيه دي، يعني هي بوزيتيف 3 هتروح النيجاتيف 3 الناحيه دي، وكمان هتروح الناحيه التانيه. بس بدل ما اعمل ار ويمين وار وشمال واتوه معاه والدنيا تتوه مني، فانا بعمل ايه افضل؟ باجي هنا كده، هي مش 3 اهي، هحط تحتها نيجاتيف 3، وال5 احط تحتها نيجاتيف 3 برضه، وال2 احط تحتها نيجاتيف 3. طيب بعد ما بعمل كده هتلاقي ان ال 3 دي اتكنسلت مع ال 3. ما هو ده هدفي اساسا، ان انا اكنسل الرقم ده زي ما احنا بنعمل هنا كده، بودي ال 3 من الناحيه التانيه بالنيجاتيف. طيب ظبطنا الدنيا، يبقى ادي 2x. احنا كل ده هناخد عليه اكسرسايز كتيره جدا ونحل تدريبات عليه، يعني ما تقلقوش يعني، بس بنشرحهم كده في الاول عشان يبقى الرولز كلهم مره واحده معانا، وبعدين هنحل عليهم ان شاء الله دلوقتي على طول. اه فانا النيجاتيف 3 دي خلاص انا كده خلصت، يبقى هنا هتبقى 2 ماينس 3 اللي هي هتبقى نيجاتيف 1، والناحيه الرايت هتبقى 5 ماينس 3 اللي هي 2، بس هنا في علامه انيكواليتي. طيب انا 2x برضو مش عايزين 2x، فهعمل ديفايد على 2 هنا، وهعمل ديفايد على 2 هنا. خدوا بالكم لما بعمل حاجه بعمل في 3 سايدز اهو. يبقى الاكس طبعا ال 2 دي هتتكنسل مع 2، greater than half وليس than or equal 1. يبقى هي دي الفاليو بتاعت الاكس، بتبدا من اول greater than، او خلينا equal هنا برضه، من عند نيجاتيف هاف لغايه ال1. تعالوا بقى خلاص اكتبوها دي برضه معاهم. يلا بينا نبدا نحل الاسئله بتاعت الاكزام اهو. دي كانت ماشي، تعالوا نحل فيها الكلام. يلا نبدأ أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بيقول لي which value of x could make the inequality true. عايزين يا ترى أي value للإكس هنا هتديني الحل بتاع الإكس. خدوا بالكم أنا عندي طريقتين، إن أنا أمشي step by step. أنا هحلها معاكم برضه، بس دي بتاخد وقت كتير ومش هنحل بيها تاني. في طريقة تانية اللي هي try and error، هي دي بقى اللي هنعتمدها في الحل، لان هي انت بتبقى يعني 100% متاكد ان اجابتك صح، بالاضافه لان هي بتحل بسرعه. فانا يعني انا هحل معاكم الطريقه الاولانيه اللي هي بتعذبنا شويه عشان تعرفوا ان هي بتعذب، اللي هي الستيب باي ستيب، وهنحل بقى بالتراي اند ايرور عشان تعرفوا ان التراي اند ايرور دي يعني نعمه. تمام اهو. تعالي نشوف كده لو كنا هنحلها ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب يبقى تعالوا كده، مين يجي يحل معايا؟ يلا يا وهبه تعالى. هنا انا عندي بيقول لي ايه 2 over 3 times x plus 2 minus x greater than 5. لما يبقى في عندي اكسات كده نحاول نجمع الاكسات كلهم مع بعض. ايوه. يلا يا ولد. يبقى ال 2 over 3 دي هعمل لها multiply في الاكس، هتبقى 2 over 3x اكس بلس 4 over 3 هو صح كده، اه صح. minus x greater than ايه؟ 5. 5. كلام جميل. نشوف الاكسات بقى. انا هنا في اكس اهي، وادي هنا في نيجاتيف اكس. طيب ال 4 over 3 دي بتعمل ايه معاهم؟ هنوديها الناحيه التانيه. احنا مش عايزين اكس خالص في الناحيه التانيه، فال 4 اوفر 3 دي هوديها الناحيه التانيه بالنيجاتيف. تمام. بس نشوف الاكسات الاول. الاكسات انا عندي هنا في اكس وهنا في اكس، ناخد اكس كومن كده
لان في اكس واكس ماشي، وبعدين هيبقى عندي 2 اوفر 3 بلس. ماينس ماينس 1 اه صح. ماينس 1 greater than 5 ماينس 4 اوفر. اه هي وحشه بصراحه، يعني ايه، وفيها حاجات كتيره فراكشنات وشكلها مش جميل خالص. عشان كده احنا مش هنشتغل بالطريقه دي، انا بس بحلها لكم كده اول مره وخلاص، ومش هنشتغل بالطريقه دي تاني. انا هنا المفروض ان انا على الكالكوليتر بحسب دي كده كام، وشوف هتديني، هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 اكس جريتر ذان. احسبي دي كده كام يا وفاء، اللي هي 5 ماينس 4 اوفر 3. المسألة دي بالكالك. اه بالكالكل. يلا اعمل لي بس على الكالكوليتر كده اللي هي ال 5. حاضر. 5 ماينس 4 اوفر 3. انتوا برضه تحسبوا مع وهبه، يعني مش وهبه بس هو اللي بيحل، خلاص يبقى هو اللي يحل. يبقى 5 11 ماينس over 4 اوفر 3. 3 هتكون كام؟ 11 11 over 3. 11 اوفر 3. تمام اوكي تمام. انا هنا بقى وصل عندي ان في ايه هنا، نيجاتيف 1 اوفر 3 اكس ايكوال الكلام ده. انا عايزه اكس بس، مش عايزه 1 اوفر 3، ومش عايزه النيجاتيف. خد بالكم طبعا ايه، زي ما انا قلت لكم هو بيحب يجيب النيجاتيف في الاكزام. فالطالب هنا خدوا بالكم، انا هعمل ايه، هعمل ملتبلاي في 3 اوفر 1 يعني، والناحيه الثانيه هعمل ملتبلاي في ايه، في نيجاتيف 3. اول ما بعمل ملتبلاي في ال 3 بعمل ريفيرس للانيكواليتي، فبغير الانيكواليتي بدل ما جريتر ذان بخليها للسالب. وبعدين بقى اشوف الدنيا هنا هتودينا فين. فهنا هتبقى دي هتتكنسل مع دي، يبقى الاكس للزان نيجاتيف 11. الاكس اقل من نيجاتيف 11. مين اللي للزان نيجاتيف 11؟ اللي هي كام؟ نيجاتيف 12. يبقى الانسر بتاعتي اللي هي إيه؟ تمام، ادي الستيب باي ستيب. طب ايه الطريقه الثانيه اللي هي المختصره اللي احنا هنحل بيها دايما ان شاء الله لما يقول لي فايند الاكس؟ خدوا بالكم الطريقه دي هنحتاجها في حاجات الو. تاني. ايوه يا جدو، عامل ايه؟ الحمد لله. ولاد عمك هيروحوا وزوجك كفيهم ولا كلهم العربيه الكبيره؟ مش عارف، خد طيب يلا نشوف بقى التراي اند ايرور. التراي ايرور بعمل ايه؟ بس خدوا بالكم التراي اند ايرور بستخدمها امتى؟ لما يقول لي فايند الاكس، بس لما يقول لي فايند الاكس او الاي او الواي. لكن لو قال لي فايند مثلا فايند 2 اكس بلس 1، فايند 2 اكس بلس 1 يبقى مش هينفع، يبقى التراي اند ايرور مش هتنفع. التراي اند ايرور لا، يبقى كانت ان انا استخدمها. يبقى بستخدمها التراي اند ايرور لما يكون عايز اكس بس، او الاي، لو اي فيريبل بقى هيسميه براحته، ممكن يسميه اكس، ممكن يسميه اي واي، اي حاجه. يبقى التراي اند ايرور هي فيها عيب بسيط بس، ان انا او شرط واحد بس، لما يقول لي فايند الاكس. لكن لو قال لي فايند 2 اكس يبقى كده مش هنقدر نستخدم ايه تراي اند ايرور، وهنضطر نرجع للي هي ايه ستيب باي ستيب. مسحتي كده ونجرب بقى التراي اند ايرور. يعني ايه تراي اند ايرور؟ انا بدور نمبر، اي فاليو من الاجابات اللي هنا ببدلها يعني، واشوف مين يا ترى فيهم هيديني greater than 5. يلا نجرب كده. اول واحد اللي هو 2 over 3، هبدل الاكس دي بنيجاتيف 12 بلس 2 نيجاتيف اكس. يا ترى هتديني حاجه greater than 5 ولا لا؟ ده الكونديشن بتاعي. احسبوا اكس اي دي هتبقى 12 دي. احسبوا دي كده على الكالكوليتر، شوفوا هتديني رقم اكبر من 5 ولا لا. احسبوا دي كده. انا عملت ايه؟ بدلت بس الاكس دي بدلتها بكام؟ بنيجاتيف 12. احسبوا دي كده على الكالكوليتر وقولي لي هتديني كام. هي هتديك فراكشن، فاضغط على الزرار بتاع الديسيمال عشان تبقى يعني نعرفها كام. عايزينها تكون greater than 5. مين اللي معايا هنا يحسب؟ يلا يا كريم.
شوفها كده هتكون كام يا كريم؟ انا مش اه هتبقى 5.33 تقريبا. 5.33. طب ما هي 5.33 مش greater than 5؟ اه اه يبقى هي دي الإجابة. خلصنا اهو، ما خدناش 10 ثواني. طب انا يعني نفترض طبعا مش غالبا هتبقى اول إجابة هي اللي صح. تعالوا نجرب مثلا لو انا اخدت نيجاتيف 6. طب معلش، هو السؤال ده دايما بيجي كالك؟ لا بصي، لما بيبقى فيها فراكشن وحاجات زي كده بيجي كالك، وفي اسئله هتشوفوها تاني وزاويه كالكوليتر. لما بيبقاش فيها فراكشن كده تبقى يعني حاجات سهله، هنشوفها دلوقتي. ان هو بيجي اكتر على فكره في السكشن النو كالكوليتر. ايوه. طب انا هجرب مثلا نيجاتيف 6. احنا خلاص جبنا الانسر اللي هي نيجاتيف 12، بس يلا ايه، احنا في الاكزام ما انت مش من اول مره كده يعني هتصادف معاك ان هي الكوريكت انسر. فانا هجرب دي اللي هي 2 اوفر 3، وهبدل اكس عندي بكام؟ بنيجاتيف 6 بلس 2، وبعدين نيجاتيف وهنا نيجاتيف 6. نحسب دي نشوف هتديني كام. احنا الكونديشن بتاع ان هي ايه must be greater than 5. فاين كالكوليت كده يا كريم، واللي هتديني كام دي تاني واحده. اللي هي اللي فيها نيجاتيف 6 دي. والله مش فاكر الرقم، بس هي اقل من هتبقى 4 تقريبا او 3 بوينت حاجه. 4. تمام، يبقى دي ما تنفعش 4 او نو. 3.63. اه لان احنا الكونديشن بتاعي هو ايه، شوف الكونديشن بتاعي ان هي must be greater than 5. يبقى خدناها هو بقى، ولا نودي يمين ولا شمال ولا نجمع اكسات ولا كل اللي احنا عملناه. فاحنا هنعتمد الطريقه دي بتاعت التراي اند ايرور في الاكزام. تمام. مش هنودي يمين وشمال غير لما يقول لي مثلا انا عايز 2 اكس مثلا او 5 اكس اوفر 3 حاجه كده. يعني انا في السؤال اللي بعده، شوفوا كده. اه اللي بعده ده هنا بيقول what is the highest value of 9 over 8x plus 1. دي بقى هنعملها ستيب باي ستيب. ستيب باي ستيب. يلا كده نعملها ستيب باي ستيب. يبقى هتبقى 5 minus 3 over 2 x greater than or equal 3. دي with calculator. يلا مين يجي يحل معايا؟ هو سيف. ده اسمك سيف يعني مظبوط الاسم. يلا يا سيف، تعال نحل مع بعض يا سيف. افتح المايك. بص يا سيف، انا ايه هودي الفايف دي الناحية التانية بالنيجاتيف. يلا يا سيف كده. يبقى هتبقى نيجاتيف 3 over 2x greater than or equal 3 minus 5. سيف موجود؟ المايك شغال عندك يا سيف؟ اه سيف يعني عشان لسه اول مرة فمش هيفتح المايك. آه. يلا يا بتول. اه يلا يا بتول. يبقى هنا هتبقى نيجاتيف 3 over 2x greater than or equal نيجاتيف 2. شوفوا بقى هنا ايه الاكس عندي قدامها ايه نيجاتيف. يعني حب حياته كده ان هو لازم يجيب لي النيجاتيف. ليه؟ عشان يخلي الطالب يغلط وما يقلبش الانيكواليتي. لان عارف يعني بنسبه 90% كده ان الطلبه مش هتفتكر ان هي لما يبقى في نيجاتيف هنا ان انا هعمل ريفرس للانيكواليتي. فانا هنعمل ملتبلاي في كام يا بتول؟ هنضرب في كام؟ نيجاتيف 2 اوفر 3. الناحيه الثانيه نيجاتيف 2 اوفر 3. بس اول ما بعمل ملتبلاي في نيجاتيف بسرعه بسرعه اغير الانيكواليتي. بدل ما كان شكلها ناحيه الليفت جريتر ذان اخليها ليس. طيب دي اعملها الاول وبعدين ايه ندخل بقى في النمبرز بقى ونضرب ونعمل كل الكلام ده. لازم اعمل دي في الاول، لان لو ما عملتش ريفرس للانيكواليتي في الاول اكيد هتنساها.
يبقى هنا دي ال 2 هتتكنسل مع ال 2، 3 مع ال 3، والنيجاتيف مع النيجاتيف، يبقى هتبقى اكس بس. تمام. الناحيه الثانيه يا بتقول هتبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف، هتبقى بوزيتيف. على فكره دي بالكالكوليتر، يعني هي هتبقى 4 اوفر 3. يعني الاكس less than 4 اوفر 3. اه لا، ده في هنا ناسيين ساين ولا حاجه. لا التشويسز دي فيها مش مشكله. يعني الاجابه بتاعتي هنا كده ان هي اقل من 1 بوينت، يعني الاكس less than 1.33. يعني انا مثلا يجيب لي دي كانت بدل ما هي 2.5 هتبقى نيجاتيف 3.5 مثلا، ودي 3.5 دي، يبقى هي دي الانسر. لان هو بيقول لي ان الاكس less than 1.3، يعني اي حاجه بالنيجاتيف هتنفع معانا، لكن دول لا. اه لا مش فاهمة. تعالي بس كده اقول لك حاجه. هو هنا كمان مش عايز الاكس بس، ده عايز 9 اوفر 8 اكس بلس 1. احنا ما كملناش اللي هو عايزه. عايز 9 اوفر 8 تايمز اكس بلس 1. انا كنت بفكر ان السؤال فيه غلط ولا حاجه. لا. طيب بصي كده، هو ايه احنا الهايست فاليو للاكس. الاكس هنا اول ما خلاص وصلنا لغايه هنا يا بتقول تمام كده ان الاكس ليس ذان اور ايكوال 4 اوفر 3. اه تمام لغايه هنا، كلنا تمام لغايه هنا. اشيل اكس في هو هنا بص، يعني الاكس الفاليو بتاعتي بكام؟ تقدري تقولي لي كده؟ 3 اوفر 4 اوفر 3. 4 اوفر 3، وكمان من ال بقى، يعني ممكن نبقى 3 اوفر 3 و2 اوفر 3 و1 اوفر 3 و0 وهكذا بقى. اي فاليو من دول تنفع. فانا هو بيقول لي انا عايز الهايست فاليو. الهايست فاليو يعني اكبر فاليو في دول. مين اكبر واحده في اللي انا كتبتهم دول يا بتقول؟ ال4 اوفر 3 ولا 3 اوفر 3 ولا 2 اوفر 3؟ طبعا هي اكبر واحده دي اللارج اللي هي 4 اوفر 3. يبقى انا هختار دي كده بس، هقول ان الاكس ايكوال 4 اوفر 3، دي اللي هي الهايست لارج بتاعتي كبير. هي الاكس فعليا ليها يعني حوالي مليون فاليو، لكن هو عايز الهايست اكبر واحده فيهم اللي هي 4 اوفر 3. طب هعمل بيها ايه ال 4 اوفر 3 دي؟ هروح بقى ايه اقول هضربها في الاكس بلس 1، يبقى هتبقى كده. يبقى 9 اوفر 8 تايمز 4 اوفر 3 بلس 1. نحسبها على الكالكوليتر دي نشوفها كام يا بتقول دي. بس رابعة، نعم. معلش هستأذن بس عشان راح اجيب عمي من المطار. ماشي اتفضل. ماشي يا مصطفى. هبعت لك الريكورد، ومعتز وعليا برضه عشان كان عندهم سيشن. هبعت لكم الريكورد ان شاء الله. تكون 5 الايه؟ هبعت لك الريكورد حاضر. ماشي، الله يبارك لك يا مصطفى. ماشي اتفضل. تكون 5 اوفر 2. هتكون كام؟ 5 اوفر 2. 5 اوفر 2، يعني هي هتبقى 2.5 يعني. يبقى الانسر هي انا مش واثقه مع اني جبت الايه اللي انت قلتيها، بس برضه مش حاسه. لا حد يعني حد ياكد على بتول يا اه جماعه. كده معلومه. هي انا اقول لكم حاجه ثانيه، دي هتبقى هنا دي 3، وهنا دي هتبقى 2. اصلا ما يتمشاش ورايا خالص يعني. لا ليه كده؟ خلي عندك ثقه والله بالله. ما كنتش واثق فيها خالص. لا انت اكتبيها بس. مقدره قوي. دي هتبقى 3 اوفر 2 بلس 1، يعني هتبقى 5 اوفر 2 صح، يعني هتبقى 2 بوينت صح. صح. لا صح، برافو عليك. برافو على الآلة بقى. اه لا، اللي بيستخدم الآلة، ما هو ممكن حد بيستخدم الآلة ما يعرفش الحل. هي يا سيف تمام يا سيف. عندك مشكلة انت بقى تكتب لي طيب في الشات يا سيف. طيب تعالوا ناخد بقى الرول تانية اللي هي مهمة برضو بتجينا في الإكزام، اللي هي بيبقى فيها inequality والابسولوت فاليو، اللي هنكتبها برضو مع الرولز اللي احنا كتبناهم من شوية.
بصوا كده اهي. سي مثلا يجيب لي كده يقول لي 2x minus 3 less than، او على فكره مش هتفرق سواء less than equal او less than بس. هنا سي مثلا 4. يلا دي اللي هنكتبها 5 times. بحلها ازاي دي؟ انا دلوقتي هنا في absolute value رخم معايا هنا، احنا مش عايزينه. انا عايزه احل بقى السؤال من غير الابسولوت فاليو، فبعمل ايه؟ انا عايزه اشيل الابسولوت فاليو. حاضر هشيله. يبقى هكتب كده 2x minus 3 less than 4. انا ما غيرتش حاجه لسه. طيب انا عشان شلت الابسولوت فاليو فبعمل ايه؟ إيه اللي بزوده؟ بزود هنا كده. يبقى هتبقى دي نيجاتيف 4. يعني الرقم اللي هنا ده بكتبه نيجاتيف. يبقى هي دي الرول بتاعتي. انا عايزاكم تكتبوا لي بقى دي 5 تايمز ولا 10 تايمز ولا 20 براحتكم. فدي مهمه وجايه اكيد في الاكزام. فهنحفظ الرول دي كويس جدا، ان انا لما يبقى عندي ابسولوت فاليو ويبقى هنا في ليس زان. طب يا مس هي لو هتفرق لو جريتر زان؟ اه جريتر زان هتفرق. هديك الرول بتاعتها. يبقى هنا الليس زان اور ايكوال مش هتفرق. يعني لو في كده هي نفسها الرول. يعني لو ما كانش فيها ايكوال دي كنا هنعملها كده اهو. لو هي مش هي اصلا ايكوال بس. يعني الايكوال مش هتفرق معانا، بس اهم حاجه ان هي ليس زان. طيب لو هي ايكوال بس بقى. ايكوال بس احنا لسه حليناها بقى، هي كانت كده. كنا بنعمل ايه اللي اخدناها من شويه؟ هقسم هشوفها الصفحه بقى. نصين. ايكوال. بكتب x minus 3 equal 4، والناحية التانية بكتب 2x minus 3 equal negative 4. وبجيب الاكس هنا بكام وبجيب الاكس هنا بكام، يبقى ليها 2 value اللي انا قلت لكم اكتبوها في اول السيشن. لا بس مخي تعبان شويه. لا ما هو مش طبعا استحالة ان انت كل الرولز اللي اقول لك اكتبيها النهارده يعني اول ما تشوفيها مرة واحدة كده هتثبت في عقلك. لا هي دلوقتي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها هي بتدخل في التمبر ميموري، في الذاكرة المؤقتة. يعني انتوا بعد ما بتخلصوا السيشن انتوا فاهمين معايا وحلو زي الفل. ساعة كمان ابيض هيتمسح. فعلا. لو ما ذاكرتوش الدرس. يعني في طلبة بتعتمد ان هي ايه، انا دخلت السيشن مع الميس ولا المستر وفهمت كويس، طب خلاص كفاية كده انا عملت اللي عليا. لا يا فندم، انت كده هيدخل في التمبر ميموري وهتروح في الاكزام هتنساه واساسا مش هتفتكر حاجة. ذاكروا بالديب ليرنينج. وكل ما تذاكر اكتر يبقى بتعمل مايلين اكتر، يعني معناه ان انت هتعرف تحل اسرع وهتفتكر المعلومة ومش هتنساها أبدا. مفيش طريقة غير كده. مفيش طريقة غير ان انا اذاكر بالديب ليرنينج لو عايزة اجيب سكور عالي. مش هتذاكر بالطريقة دي هتحل مثلا السؤال مرة واحدة او مرتين بالكتير هتنساه ومش هتجيب سكور. اديني بقول لكم اهو من دلوقتي. يبقى الواحد بايده بقى، كل واحد بايده هو عايز يجيب سكور يبقى هيبذل مجهود ويحل بقى بالطريقة. بس خدوا بالكم هي مش موضوع ان انا بكرر وبس. يعني بكرر بطريقه الحل الذكيه اللي انا بقول لكم عليها. يعني في طريقه مختصره بقول لكم حل بيها، في طريقه بقول لكم يعني ما تستخدموش الطريقه دي. فانت معلش يا ريبيت بس سمارت هارد وركينج، مش هارد معلش يا وركينج. يوسف. نعم. طب لو هتبقى جريتر ذان هنعمل ايه؟ قريت ازاي؟ انا هشرحها لك حاضر، لان هي بتبقى مختلفه شويه عن دي. فانا هنا تعالوا نكملها كده يعني ستيب باي ستيب. انا هنا يعني 2x minus 3 دايما نفس الستبس هي بالظبط بنعملها مش بنغير حاجه. الرقم اللي جنب x ده، يعني انا هنا في 2x minus 3. الماينس 3 دي عايزين نتخلص منها، فانا هكتب هنا بوزيتيف 3 وهكتب هنا بوزيتيف 3 وهنا بوزيتيف 3. مش بنغير والله اي حاجه في الاكزام في الستبس غير بس ان هو في الاكزام بدل ما هي بيبقى 2 و 3 بيكتبها لي اي نمبرز تاني. فانت لو كتبت دي 10 تايمز ولا 20 تايمز خلاص انت كده ثبتت في عقلك مش هتنساها ابدا. طيب نكملها بس. يبقى 2x greater than negative 1 و less than 7. اعمل divide 2 هنا وديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا. يبقى الاكس greater than negative half و less than 7 over 2. بس انا يعني هحط لها equal. ماشي يعني اهو. دي معناها ايه لما اجي ارسمها على النمبر لاين؟ ادي النمبر لاين الجميل. باخد التو بوينت اللي عندي اللي هي اول بوينت هنا نيجاتيف هاف، والبوينت الثانيه
اللي هي 7 over 2. هو بيقول لي ايه الاكس greater than negative half وليس than 7 over 2. يعني هنا في الحتة دي اللي في النص ده، يبقى اي value في النص هنا هتبقى صح شغالة معانا. يبقى هي من الانسر هو هيجيبها لي في التشويسز كده، يبقى شغالة من اول نيجاتيف هاف لغاية 7 over 2. يبقى الانترفال بتاعي بكتب ايه؟ بصوا كده، بكتب نيجاتيف هاف وهنا بكتب 7 over 2. وهنا بيقول لي ايكوال، يبقى هعمل دي كلوز وهعمل دي كلوز. يبقى هي دي الانسر. السؤال ده لو هو جايبه لي كده في الاكزام كان ممكن يجيب لي الانترفال، او ممكن كان يجيب لي فاليو بقى. تعالوا نختار كده الفاليو اللي هتبقى صح. يعني مثلا هيقول لي A وB وC ودي، كان يقول لي اختار الفاليو بتاعت الاكس كده. choose الكوريكت انسر. choose الفاليو for x. 7 over 2 دي اللي هي 3.5. ممكن يجيب لي كده 4 4.5 و5 و3 و3 بس. فانا تعالي نشوف كده الفاليو اللي هو كاتبها لي. اكيد طبعا هي هتبقى فيها واحده كوريكت بس. انا الاكس عندي greater than negative half وليس than 3.5، يعني هي اقل من 3.5. فبيقول لي 4، لا الفور ما تنفعش، لان هي احنا عارفين ان هي ايه less than 3.5، يبقى دي ما تنفعش. هي اقل من 3 ونص ما تنفعش، ودي برضو ما تنفعش، ودي ما تنفعش. اه ال 3 تنفع. يبقى الانسر عندي هنا كام؟ 3. هو في الاكزام لا اما هيجيب لي فاليو زي كده وانا اختار، لا اما هيقول لي عايز انترفال زي كده. يبقى هما دول الطريقتين للحل. هتكتبوا لي الرول دي اللي هي لما تبقى للزان. خدوا بالكم اللزان بناخد الفاليو اللي هي فين؟ الانسايد. يعني ادي بوينت وادي بوينت، احنا اخدنا الفاليو اللي هي انسايد اللي هم دول اللي في النص. تعالي نشوف بقى الجريتر زان. say مثلا 2x plus 3. شوفوا كده دي greater than greater than 5. يلا، يبقى دي الرول الأخيرة اللي هنحفظها النهاردة. تكتبوها لي كده في الشيت بعد ما نخلص السيشن إن شاء الله. طيب greater than بعمل إيه فيها؟ إحنا أول حاجة شايفين كده في absolute value رخم كده مش عايزينه، نعمل إيه؟ أنا مش بحب، فإحنا نشيله خالص. أوكي أنا هشيله أهو. 2x plus 3 greater than 5. شايفين العلامة دي زيها بالظبط بالظبط؟ هكتب واحدة زيها هنا تاني. شايفين شكلها؟ اهي. مش هي كانت شكلها كده؟ اهي. وكتبت التانية زيها بالظبط اهي كده، واحط نيجاتيف 5. طب ما احنا فوق عملنا كده. احنا فوق عملنا كده برضه. شايفين؟ يعني انا هنا الانيكواليتي بصوا كده كانت شكلها كده ناحية الرايت، فرحت كتبت واحدة كمان هنا ناحية الرايت اهي زيها بالظبط بالظبط. اوعوا تقلبوها، هي بالظبط كأني يعني بعمل التوينز بتاعها، التوأم بتاعها اهي. كتبتها هنا وهنا، بس غيرت بدل ما هنا 4 كتبت هنا نيجاتيف 4، وهنا برضو نفس الكلام عشان نحفظها بس ما ننساهاش. هنا ايه كانت 5 ونيجاتيف 5 كتبتها اهو. خدوا بالكم الرقم اللي هنا ده must be positive، لازم يكون بوزيتيف. لاني انا استحاله، يعني انت لما هتيجي على الكالكوليتر سي مثلا قلت لك روت مثلا 5x بلس، او خلينا بس نيجاتيف. لو قلت لك الابسولوت فاليو للنيجاتيف 5 must be هيطلع بوزيتيف. ما ينفعش ابدا ان يجي في الاكزام كده، عشان دي جت في الامتحان بتاع جولاي 23 جايب لي كده كان في الاكزام 2x minus 7 او absolute value less than negative 3. ازاي دي كده؟ الاجابه بتاعتي كانت هتقول ايه يعني؟ الايكويشن must can't be true، ملهاش حل.
او كانت سولف، دي ملهاش حل، لان الابسولوت فاليو ده ماست بي يديني بوزيتيف، هنا لازم يديني بوزيتيف، لكن لما تكتب لي نيجاتيف لا، يبقى دي ملهاش حل، يعني نو سولوشن. خلينا اللي بس دي كده ونشوف هي لما بتبقى جريتر ذان بنعملها ازاي اهو. أهو. شايفين جريتر ذان انا عملت ايه؟ هي شكلها جريتر ذان هنا، فرحت كمان كاتبه واحده جريتر ذان هنا اهو. اهو واحده هنا كمان. نفس الستبس هي اللي بنشتغل بيها. هنلغي مين الاول هنا يا كريم؟ شايف النيجاتيف ال 3 دي؟ انا اول حاجه هي اللي هلغيها، يبقى هكتب هنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 3 وهنا نيجاتيف 3. الله يا كريم. لا مش ماشي، الأخيرة ديت هتبقى 2. 2x. ماشي تمام. 2x. هنا هتبقى نيجاتيف 5 نيجاتيف 3 هتبقى كام؟ نيجاتيف 8. تمام. الناحيه وهناك الثانيه هتبقى 2 2. وهتبقى اوفر 2. نعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا وديفايد ايوه 2. نيجاتيف 8. ال 2 يبقى اوفر 2 تبقى ب 1، وهنا هتبقى 1. بنيجاتيف 2. تمام. خدوا بالكم دي انا لما هفكر فيها شويه هلاقي بيقول لي ان الاكس جريتر ذان 1 وكمان الاكس ليس ذان نيجاتيف 4. هي دي احنا بنقسمها جزئين كده، هقول اكس جريتر ذان 1، هاخد بس الحته دي، شايفين كده؟ باخد دي كده بس. تمام. والمره الجايه بقى اللي بعدها هاخد الحته دي اللي هي ايه، اكس ليس ذان نيجاتيف 4. يعني هما حتتين كده، جزئين، تو بارتس، عشان ارسمها. تعالوا نرسمها كده على النمبر لاين اهو. ادي نيجاتيف 4. احنا دايما بنعمل كده، باخد التو بوينت اللي عندي اللي هي نيجاتيف 4 بس هعمل لها اوبن، و1 برضو اوبن. هو بيقول لي ايه؟ ان الاكس جريتر ذان 1. حاضر، جريتر ذان 1 ودي جريتر ذان 1، يعني رايحين ناحيه الرايت اهو. رايحين لغايه فين؟ رايحين لغايه بوزيتيف انفينيتي. وبيقول لي ان الاكس ليس ذان نيجاتيف 4. ليس ذان يعني رايحين من هنا كده، رايحين ناحيه النيجاتيف انفينيتي. شايفين ايه اللي حصل؟ يعني انا الفاليو اللي في النص دي ما ينفعش تبقى فاليو للاكس، ما تنفعش تبقى سوليوشن. احنا اخدنا ايه؟ اخدنا الاوتسايد الفاليو اللي عندي، يعني انا عندي الفاليو نيجاتيف 4 1، احنا اخدنا الاوتسايد يعني اللي بره. شايفين اللي بره دول؟ يبقى هي دي الفاليو بتاعت الاكس ودي الفاليو بتاعت الاكس. يعني انا لو كان جايب لي كده في الاكزام اللي تشويسز كده وقال لي تشوز الانسر، يعني يقول لي فايند الانسر اوف اكس، يعني يقول لي فايند السولوشن. خدوا بالكم اللي في النص دي نوت، مش اجابات، دي غلط. فهو في الاكزام بقى هيتسلى علينا شويه، هيروح يجيب لي كده مثلا نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ونيجاتيف 1، واخر حاجه سي مثلا هتبقى 3. هو في الاي اس تي يعني ما بيحبش يريحنا ويحط لنا الكوريكت انسر ليتر، لا لازم يدوخنا شويه كده ويخلينا نفضل نجرب فيهم كلهم. ده الطبيعه بتاعه. نادر جدا لما تلاقي الكوريكت انسر تبقى الاي والبي، بالذات لو كان في حاجه هنحتاج نعمل فيها تراي. يعني تعالوا نشوف كده نيجاتيف 3 هل تنفع ولا لا؟ ايه رايك؟ ايه رايك يا كريم؟ النيجاتيف 3 تنفع؟ نيجاتيف 3 خد بالك هنا. تنفع ولا لا؟ تنفع تبقى اجابه سولوشن للاكس؟ لا مش تقريبا. اه لا، لان هنا شايف كده انا كاتبه لك الجزء اللي في النص ده من اول نيجاتيف 4 لغايه 1 نو نو نوت سولوشن، يبقى دي نو. مم. طب ونيجاتيف 2؟ لا برضه. برضه نو. طب نيجاتيف 1؟ لا برضه نو. امال ال 3؟ ال 3 هنا في الحته دي هي شغاله الوحيدة اللي معاك. تمشي. اه مم. تنفع. فانا ايه، اخدت الفاليو اللي هي اوتسايد. الفرق ما بين الليس ذان والجريتر ذان في الانيكواليتي، الجريتر ذان
باخد الفاليو الاوتسايد، فلازم تبقى عارف ان انت متوقع الاجابه بتاعتك ان هي هتبقى اوتسايد، وهتبقى في نص في يعني فاليو كده في البتوين. دي بتبقى يعني forbidden، ممنوع ان احنا نستخدمها من اول نيجاتيف 4 لغايه 1، على حسب بقى الفاليو اللي هتطلع لك عندك في السؤال. كده احنا اخدنا كل الاحتمالات اللي تيجي عندك، لا اما يجيب لك الابسولوت فاليو يبقى جريتر ذان، لا اما يبقى ليس ذان، لا اما يبقى ايكوال. يعني احنا تالت احتمال اللي هي بتقول قالت عليه بقى يا مس، اللي هو ايه؟ اللي هو يبقى كده. الثلاث حاجات دول لازم بيجوا في الاكزام، خدوا بالكم. اللي يجيب لي كده مثلا 2x بلس 3، هشرحها كمان مره اهي، ايكوال مثلا 1. فهنا في ايكوال. الايكوال بعملها ازاي بقى؟ بقسم الصفحه بتاعتي نصين، وبكتب هنا 2x بلس 3 equal 1، والناحية التانية بكتب 2x بلس 3 equal negative 1. على فكرة كان جاي في الإكزام برضو بتاع تقريبا جولاي برضو 23، كان جايب لي ولا جاي في إكزام 24، كان جايب لي حاجة زي كده absolute value، فجايب لي في التشويسز إن الفاليو of 2x plus 3 is equal. فانا في التشويسز كان كاتب لي دي ان هي 2x بلس 3 ايكوال نيجاتيف 1، يبقى هي دي الكوريكت انسر من غير ما نحسب اكس ولا حاجه. يعني شكرا، نشكره ان هو ما جايب لنا حاجه ايه بسرعه كده، ان ال 2x بلس 3 ليها 2 فاليو. فانا لو عايزه اجيب الاكس بقى، هودي هنا ال 3 دي من الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، وهنا برضه هنوديها من الناحيه الثانيه بالنيجاتيف. يا سيف هينفع تفتح المايك ولا مش هينفع؟ ولا الشبكه ايه اخبارها؟ طب احسبوا، اقول لكم حاجه، احسبوا لي الاكس هنا بكام، واحسبوا لي الاكس هنا بكام، واكتبوها له في الشات. يلا اكتبوها لي كده. كريم، انت كتبت لي فاليو واحده بس، يلا انا عايزه الفاليو الثانيه يا كريم، برافو عليك. ايوه تمام، برافو عليك. يلا يا بتو، يلا يا سيف، يلا يا سيف اكتب لي في الشات. اه الإجابة اللي الفاليو هتكون نيجاتيف 2. أوكي. كام؟ لا، نيجاتيف. سوري. اه لا ركزي يا بتو. سوري سوري. احسبيها تاني اكتبها لي في الشات. يلا يا سيف اكتب في الشات يا سيف، اكتب لي الاكس بكام. طب تعالي يا بتول كده نحسبها مع بعض. يعني هنا ال 3 دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 3، يعني هتبقى 2x equal نيجاتيف 3 بلس 1. يبقى 2x equal كام يا بتول؟ نيجاتيف 2، برافو عليكي. وبعدين نعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا، يبقى الاكس ايكوال 1. 1. امال النيجاتيف ده بيعمل ايه؟ نيجاتيف 1. نيجاتيف 1. ركزي يا بتول. أنا بكره نيجاتيف ده، أيوة والله. معلش، ما هو عشان كده هو بيجيبه في الاجزاء، عشان عارف ان الطلبه مش بتحبه. وما تقوليش انا بكرهه، عشان لو قلت انا بكرهه يبقى عمرك ما هتحلي ولا اي سؤال فيه نيجاتيف. قول انا بحب النيجاتيف. بحب النيجاتيف. اه انا بحبه، انا I بحبه. love you نيجاتيف. اه يعني انت كده لما تقولي انا بحب انا بحب، يبقى في السبكونشس بتاعك إن تمام بتحبيه وبتعرفي تحلي اي سؤال في النيجاتيف، وهتحليه ان شاء الله. الكلام اللي انت بتكرريه نفسك هو اللي بيحصل. يعني لو قلت انا، لو الانسان مثلا قال انا مثلا غبي وما بفهمش، او حد قال له انت غبي ما بتفهمش، خلاص كده بيثبت في عقله ان هو فعلا غبي ما بيفهمش. او ممكن في بعض البيرنتس كده يقول لابنه انت يا ابني مش نافع في حياتك، انت فاشل، انت مش عارف ايه، على اساس ان هو يعني فكر لما هيقول لابنه انت فاشل ابنه يتحمل. بقى هيتحمس. لا بالعكس، مم. كل ما البيرنتس يقول له انت فاشل ومش نافع وشوف غيرك احسن منك وشوف مش عارف ايه،
بيثبت في عقله كده انه انا فاشل، طب خلاص انا فاشل يبقى مش هذاكر، كده كده هم عارفين ان انا فاشل. هي عايزين تشجيع، لازم اشجع، تشجيع. انا حتى انت بتأثر تشجع بصراحة. نفسك وانت يعني انت مثلا بتقولي ان انت مثلا عندك انه انت بتحلي مش بتعرفي تحلي كويس قوي، يعني مش بتطلعي الانسر صح. فتشجعي نفسك ازاي وانت بتحلي؟ مثلا حليتي سؤال طلع صح، تقولي برافو عليك يا بتول، ده انت جامده، ده انا الحمد لله عرفت احل، الحمد لله ده انا اتحسنت شويه، يلا السؤال اللي بعد يا بتول. شجعي نفسك، ما فيش حد هيفضل جنبك كل سؤال ما تحليه هيفضل يشجعك. انت شجعي نفسك، هي دي طريقه الناس الناجحين على فكره، بيشجع نفسه. انا ما بتأثرش بالكلام بصراحة. لا انت قولي انا برافو، شجعي نفسك، برافو علي ان انا حليت النهارده. مثلا لو انا الهوم ورك اللي انا قلت لكم اكتبوه 5 تايمز، لو انت كتبتيه 10 تايمز قولي لا برافو يا بتول، انا ان شاء الله هبقى هعمل حاجه كويسه وهجيب سكور حلو. تشجيع، الانسان بيمشي لقدام بالتشجيع. مهم. اوكي. طيب هتكون في الثانية اللي هي هتبقى نيجاتيف 1 بقى ونيجاتيف. نيجاتيف كام بقى دي؟ هتكون برافو عليك اهو، دكتور نيجاتيف. اهو. بس هي في 2 اكس نيجاتيف 4، هنعمل ديفايد 2 هنا وديفايد 2 هنا. هتكون نيجاتيف 2. صح؟ اه هتبقى نيجاتيف 2، برافو عليك يا دكتور. تمام. خدوا بالكم دي بيحب يجيبها في الاكزام عشان عارف ان الطلبه بتنسى نيجاتيف والكلام ده، فاحنا دايما واحنا بنودي حاجه خدوا بالكم، انا دايما باكد على دي ليه؟ لان اغلب الطلبه بتنسى ساين هنا وبتضيعها وبتحل السؤال غلط عشان نسيت ساين. فلازم نركز كده واحنا بنودي اي، يعني بصراحه دي اهم حاجه عندي اهو، اوديها الناحيه التانيه اكتب نيجاتيف، اودي دي الناحيه التانيه اكتب نيجاتيف. ما تعتمدوش على عقلكم ان انتوا هتودوها الناحيه التانيه وتحسبوا كده ايه منتلي بسرعه، يلا بسرعه عشان انا مستعجل وعايزه احل. لا، هتقول انا مستعجل وعشان اخلص. انا ما يهمنيش ان انت تحل بسرعه وتحل غلط، احنا عايزين نحل بسرعه بس نحل صح. يبقى الانسر عندي كده هتبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. طب تعالوا ناخد كده اكزامبل عليها. اهو مثلا، يلا بينا كده الابسولوت فاليو يا كريم، يلا يا كريم. انا هساعدك بقى كده، ايه مساعده لله. يبقى 2b minus 1. احنا مش بنحب الابسولوت فاليو، هنا ده بقى نقول احنا مش بنحبه، مش مشكله، مش بنحب شكله، احنا بنلغيه. فهتبقى ماشي. هنا 3 والناحيه التانيه هو بعمل ايه؟ نيجاتيف 3. برافو عليك يا كريم. ماشي. طب هو بعد كده، هتبقى هنعمل بلس 1 وبلس 1 لكلهم، للثلاثة برافو يعني هناك عليك، والثلاثة هنا. ممتاز. يبقى ال 2b greater than or equal ونيجاتيف 3 بلس 1 تبقى نيجاتيف 2. ماشي. 4، برافو عليك. وبعدين وبعدين هعمل اوفر 2 للاثنين، الفور والنيجاتيف 2. كله نعمل divide 2. يبقى ال b greater than negative 1 وليس نيجاتيف than 1 و 2. 2. تقدر تقول لي الفاليو بتاعت البي هنا كام؟ هو بيقول لي how 1. many possible value. يعني هي البي بتبدأ من عند النيجاتيف 1 وبعدين 0 وبعدين 1 وبعدين 2 وبعدين 3. بس 3 ده معانا ولا لا؟ لا. لا، يبقى انا بس بوقف لغايه هنا. مم. طيب يلا نعدهم كده كام فاليو؟ 4. 4 فاليو، يبقى هنا هنكتب 4 فاليو. اوكي. خلاص كده حليناها. تمام. ممتاز يا كريم، اكسلنت، برافو عليك. ماشي ماشي. السؤال ده مهم، يتكرر عندنا اكتر من مره في الاكزام. تعالوا كده نشوفه. يلا يا بتول، مين اللي موجود دلوقتي؟ بتول، يلا بتول. بيقول لي in a school competition student have to prepare sketch of length x minute, the minimum length is 2, the maximum length is 3, which inequality represent the given situation. بيقول لي هم في مدرسة وعايزين يعملوا سكتش اللي هو يعني مثلا زي فيديو كده ولا حاجة صغير. اللينس بتاع السكتش اقل حاجه ان هو يكون 2 والماكسيمم يكون 3. يعني اللينس بتاع السكتش بتاعهم ينفع يكون 2 اول حاجه. طب ينفع يكون 2.2 يا ايوه. يا بتول؟ ينفع؟ اه.
ينفع يكون 2.5، ينفع يكون 3. يبقى احنا الليميت بتاعي ما بين ال 2 وال 3، واي نمبرز في النص برضو شغال معاه. يبقى اعرف اكتبها دي انيكواليتي، يبقى هكتب كده ادي الاكس اللي احنا عايزينه. بص كده يا بتول، هعمل ايه؟ greater than or equal to و less than or equal 3. يعني اي حاجه greater than or equal to و less than or equal 4 يبقى هي دي الفاليو اللي احنا عايزينها. يعني 2 اوكي شغال، 2.5 اوكي، 2.6، 2.7، يعني اي حاجه المهم ان هي تكون ايه less than or equal 3. يبقى هي دي الفاليو بتاعتي. تعالي ندور كده في التشويسز. عندي في حاجه شبهها يا بتول. خدي بالك ان هنا ايه ماست بي ان انا هنا في ايكوال، لان هو بيقول لي المينيمم لينس كام؟ 2. يعني احنا هنبدا من ال 2 لغايه ال 3، فهنا لازم تبقى في ايكوال. فانا كده مفيش ولا واحده شبه اللي معايا، بس دي بصي كده يا بتول، دي للزان ودي للزان، بس احنا عايزينها تكون فيها للزان والايكوال. يعني دي ما تنفعش لان هنا مفيش للزان. اوكي يا بتول؟ يبقى دي مع السلامه ودي مع السلامتين. يبقى انا عندي لا اما سي لا اما دي. ايه رايك نجرب مين فيهم؟ سي. سي ولا دي؟ سي. والله في ناس كانت بتقول احنا لما نحب نهبط نختار اي انسر. ما انا بقول كده. نروح على السي. يلا بينا. ادي الاكس اللي احنا مش هنهبط، احنا هنحل صح. طيب انا الابسولوت فاليو ده عايزين نلغيه خالص، فهنعمل ايه؟ هكتب كده x minus 2.5 less than 0.5، واجي الناحية التانية اعمل كده واغير بدل هي 0.5 هعمل نيجاتيف 0.5. تمام، عشان بس انا لغيت الابسولوت فاليو. اوكي، بنعمل ايه بعد كده؟ يبقى تقول دايما هنعملها نفس الستيب مش بتتغير. النيجاتيف 2 دي هكتب تحتها ايه؟ النيجاتيف 2.5 هكتب 2.5، ايه بلس. والناحية التانية 2.5، وهنا 2.5. ليه بعمل كده؟ عشان اكنسل النيجاتيف 2.5 دي، اتكنسلت مع دي مع السلامتين. يبقى الاكس جريتر ذان، يعني 2.5 هنشيل منهم نص يبقى هيبقى 2. والناحية التانية 2.5 بلس 0.5، يعني انا بدل ما تقول احنا لسه هنعمل لها يعني نشتغلها كده بالمنتال، يعني 2.5 بلس نص يبقى هتبقى 3. ايه. يبقى الاكس greater than or equal to و less than or equal 3. يبقى هي دي بقى بتاعتنا اللي احنا بندور عليها. ميس يعني انا هنا قاعد اجرب التشويسز صح؟ يعني انا بس في اول حاجه بنعمل اكسكلود. يعني انا اول الليتر A و B مش هينفعوا. ليه بقى؟ لان هنا مفيش less than، يعني مفيش equal. يعني احنا عايزينها تكون equal، لان هو بيقول لي احنا ابدا المينيمم بتاعك 2 والماكسيمم بتاعك 3، فلازم تبقى equal 2. تمام. فدي مفيش فيها equal، يبقى انا عملت اكسكلود. مش ادخل كده اعمل تراي فيهم كلهم، يبقى مش هخلص بقى. فانا هيجي يبقى عندي لا اما السي لا اما الدي. احنا قلنا والله تعالى نمسك السي كده ايه باي لك يعني. الحمد لله ظبطت معانا ان هي فعلا الكوريكت انسر. تمام. طيب ناخد واحد كمان برضو كان فيه اهو. لا مش ده. ده هو نفس السؤال. ده نفس السؤال. عايزين حاجة مختلفة شوية. خلاص هو هتلاقوه في الشيت عندي. تعالي شوف الأسئلة اللي بتيجي زي كده، أو شوف اللي قبله. طيب يلا يا كريم تعالى هنا في ده. بيقول لي k is greater integer، وبعدين بيقول لي k plus 5 plus 6 over 3 greater than 15. شوف كده greater than 15، يعني انا مش عارفه هو ليه كاتب كده 5 plus 6 يعني. مكان يكتبهم 11. ده في السكشن اللو كالكوليتر. فانا بس هترجم دي يا كريم، يعني هكتب كده k بلس، هجمع بس ال 5 بلس ال 6 اللي هي 11 يعني ميس اوفر انا 3. ينفع اقول 11 هتبقى 11 كي صح؟
لا مش 11 كي بلس 11. اه اه ماشي تمام. اه greater than 15. greater than يبقى اه greater 15 اهو. عايز ال lowest value of k، عايز اقل value للكي. ماشي حاضر. نعمل ايه بقى؟ ال 3 اللي تحت دي نعمل ملتبلاي في 3 عشان نكنسلها اللي تحت دي، فهعمل هنا ملتبلاي في 3، والناحية التانية برضه هعمل ملتبلاي في 3. اه ال 3 دي تكنسل مع ال 3، كي يبقى هنا بلس 11. كيس بلس 11 greater than 15 بلس ثواني 45. يلا ال 11 دي وديها الناحية التانية بالنيجاتيف، بالنيجاتيف. كده ان هي رايحة بالنيجاتيف، يبقى الكي greater than 45 5 minus. ماينس 11. تمام. ماشي 45 تبقى 34 يا مس، تبقى ايه؟ 34. يبقى الكي جريتر كي، انا كتبتها اكس ليه؟ احنا متعودين على الاكس. طيب ماشي. ايوه. يلا الكي جريتر ذان 34. أمم. طيب يبقى الفاليو بتاعت الكي يلا نكتبهم كده. اول فاليو هتكون ايه؟ اكبر من آه، 34، يبقى هتبقى كام؟ 30 35. 35 و36 وهكذا تك تك تك. هو بيقول لي ايه؟ انا عايز اللوست، اقل واحده فيهم، اللي 34. هي مين؟ 34. لا الواحدة فيهم 33 معلش. لا امال ما كام؟ هي بس استنى، الاكس جريتر ذان 34، الاكس اكبر من 34. اه يبقى 35. اه 35. هو طبعا حاطط لك اول حاجه 34 عشان في طلبه هتختارها، يعني ما شاء الله عليه بيعمل ايوه تكميل، وفي ناس هتختار اللي هي 33. طبعا هي ايه الكوريكت انسر اللي هي 35. يعني انا في الحالات اللي زي كده يعني ايه ممكن اعيد يعني احلها مرتين ثلاثه في دماغي كده. الكي اكبر من 34، يبقى اول فاليو للكي اكتبهم هنا الاول، يبقى تمام. هتبقى 35 و36 وهكذا، واختار بقى منه. ما تعملهاش كده من انت اللي تقولي اه الكي اكبر من 34 يبقى الكي هتبقى 33. انا في ناس هتعمل كده ويحسب غلط، يعني عقلك هيخدعك. فانا الافضل دايما لما يبقى حاجه زي كده اكتب الفاليو بتاعتها. لازم نعمل كده. انا مش بكتب كل الفاليو، انا بكتب يعني اول تو فاليو بس، لان هو غالبا بيبقى عايز اول واحده بس انا عايزه اعرف هي الفاليو ايه اللي هنا. تمام. يبقى هي 35 و36 و37 وهكذا رايحه لغايه بوزيتيف انفينيتي، يبقى هي 35. وممكن كان يكتب، طب على فكره 36 برضو تنفع، مش ال 36 هي موجوده؟ اه موجوده، بس هو بس بيقول هو لي عايز انا ذا عايز لوست. ايه؟ لوست. اه اللوست، عايز اقل حاجه. تمام. يلا نشوف ده طيب، عشان ده بيحب يجيبوا برضو الحاجات زي كده في الاكزام. لما يقول لي a plus b يلا يبقى 2 a plus b greater than 0 a minus c less than 0 find ال b plus c. انا لما يديني حاجات زي كده يعني هو مش مديني ال a وال b وال c، انا اديها فاليو من دماغي بس. يعني لما احط فاليو تبقى يعني بتديني الكونديشن ده مظبوط. يعني هو بيقول لي ال a plus ال b لازم يكونوا هما الاثنين الصم بتاعهم اكبر من الزيرو. يعني مثلا هقول له ال a ب 1 وال b say مثلا ب 2. ينفعوا كده لما هجمع ال A بلس ال B؟ مش هما الاثنين لما تعملي لهم اد هيبقوا 3 وال 3 greater than 0؟ مم. اه ينفع كده احط ال A ب 1 وال B ب 2. اوكي. تمام. طيب شوف اللي بعدها دي، بيقول لي ان ال A minus ال C لازم تكون less than 0، يعني اقل من 0. طب أنا يعني هجرب مثلا احط ال C مثلا ب 3. تعالي نجرب كده. ال A minus ال C هتبقى كام يا بتول؟ ال A عندي ب 1 وال C ب 3، 1 minus 3 هيدينا تو. كام؟ اللي هي نيجاتيف 2. لا اه نيجاتيف، اللي هي less than 0. يبقى كده فعلا ال A minus ال C less than 0. يبقى الثلاثة فاليو اللي انا كتبتهم دول ينفعوا. اتاكد كده بس. هو بيقول لي ال B بلس ال C، طب فين ال B وفين ال C؟ ال B بلس ال C هتبقى كام؟ من اللي 3 هي برضه. هتبقى 2 بلس 3 لا اللي هي سوري، 5. 2 5. 5. اه. ال B بلس C 5.
تعالي نشوف كده. يبقى هي بيقول لي smaller than C، لا زيرو لا، greater than زيرو اه ماشي greater than زيرو. بس مين، خدي بالك ال A less than C، هي ال A بكام؟ ال A ب1 وال C ب3. ال 1 يعني هنا لا 1 هنا 3. هل ال 1 less than 3؟ ال 1 أقل من التلاتة؟ ايوه. اه يبقى هي دي الكومبلكس بس كده. فأنا لما بيجيب لي حاجات زي كده في الإكزام أنا بديها فاليو من عندي، بس آخد بالي وأنا بحط الفاليو ان هي ايه تبقى صح. يعني انا هنا السي انا كتبتها ب 3، طب ممكن حد كان يجرب يقول لي والله هحط السي مثلا ب 2. فانا لو جربت السي ب 2 كنت هتقولي لي آه، لو السي مثلا ب 1، لو حطيت السي ب 1 هتبقى 1 ماينس 1، مش هينفع، مش هتنفع. ولو قلت مثلا السي ب 0 برضو كانت مش هتنفع، لان هتبقى 1 ماينس 0 يعني هتبقى not equal not less than 0، يبقى ما تنفعش، يبقى دي ما تنفعش. فانا اخترت ان السي ايكوال 3. بحاول اختار نمبرز تديني الانيكواليتي دي مظبوطه، الشرط اللي هو عايزه. واتاكد كويس قوي ان هم الارقام اللي انا كاتباها دي تنفع. طيب تعال كده. انا هنا بصي في السؤال ده كده مديني تو انيكواليتي. يعني انا هنا بصوا كده بيجيب لي الفاليو دي، هنا ادي انيكواليتي وادي انيكواليتي، انا عندي تو انيكواليتي دي ويز كالكوليتور. فانا بمسك دي الاول، انا مش هكملها للاخر، انا بمسك دي الاول يعني اللي هي 3x بلس 1 greater than or equal 8. دي بودي مش دي. دي هقعد اجرب التشويسز في اول واحده دي ولا؟ اه لا معلش، انا افتكرت ان هي بلس اكس، معلش. هي المشكله اصل مش هتنفع لان احنا عايزين greatest value، لان هنا في x واكس برضه. لكن هي لو هو مش عايز اللي حضرتك بتقول عليه دوت، ممكن نعملها عادي اللي هي بص اللي هي اسمها ايه، اللي هي بالتراي عند اه اجرب. تمام. اصل هنا في حالتين للاكس، يعني هنا في ادي انيكواليتي وفي انيكواليتي. فانا هنا تعالوا نحلها بقى. أنا كنت عايزه احل الثانيه بسرعه، يلا يعني نودي النيجاتيف 1 من الناحيه الثانيه، يبقى هتبقى 3x greater than 8 minus 1. يعني 3x greater than or equal 7. وبعدين نعمل divide 3 هنا و divide 3 هنا، يبقى ال x greater than 7 over 3. 7 over 3 اللي هي 2.1، يعني ال x greater than or equal 2.1. تمام، يعني ال x must be تكون greater than، يبقى دي ما تنفعش أول مرة، خلاص مع السلامة. نمسك التانية بقى اللي هي دي 4x minus 1 less than، هضرب بس 3 في الاكس دي هتبقى 3x بلس 9. نودي الاكسات الاخوات جنب بعض ونودي النمبرز جنب بعض، يبقى انا هودي النيجاتيف 3 دي اوديها جنب اختها هنا. 3 هتروح بالنيجاتيف يعني، يبقى هتبقى كده، هتبقى 4x minus 3x نيجاتيف 1 less than 9. كمل معايا كده يا كريم. يبقى 4x minus 3x هتديني كام؟ 4x minus 3x 2x 1x قصدي اكس اس x اس طيب والنيجاتيف 1 دي نوديها الناحية التانية بالبوزيتيف تبقى 10. 10. يبقى بيقول لي خد بالك ان الاكس لازم تكون greater than 2.1 و less than 10. تمام. طب يعني الفاليو دي تنفع، شايف كده؟ مش دي فعلا يعني less than 10، ال 3 وال 9 برضه اه تنفع، الاثنين دول ينفعوا. سو عايز الجريتست بوسيبل انتجر. is greatest، يبقى انا هاخد ال 9. تمام. تمام يا بدول. شوف هو عايز ايه. يعني انا عندي 3 وال 9 ينفعوا. انا دايما لما بيقول لي greatest و least بعرف كده ان في 2 value بينفعوا.
فانا لما على فكره لما بنمسك جريتست كده وانا بعمل بجرب كده الاجابات، يعني بكنسل دي ال10، بشوف الرقم اللي بعدها على طول اللي هو كام 9، لان انا عايزه الجريتست يعني عايزه الكبير، يبقى انا ببدا من الكبير كده، يبقى ال10 ما تنفعش، طب اشوف اللي بعدها ال9 تنفع، يبقى هي دي خلاص كده واقف لغايه هنا. ما ابداش بقى افكر في اللي باقي. لكن لو كان قال لي عايز اللوست يبقى كنت هجرب الاول ال2 وبعدين اشوف ال3، لو ما نفعتش ال3 يبقى هي لو اللوست كنا هنختار 3. سؤال هنا بس عايزين نشرحه اللي هو بتاع المكتبة. أهو آخر سؤال. عشان ده بيجي برضه يعني فكرة في كتير. هنا بيقول لي إيه، أنتون راح المكتبة معاه $20 وعايز يشتري بنز، هيشتري أقلام وهيشتري كولرينج كرايونز وألوان، وهيشتري هايلايتر وكمان وهيشتري نوت بوك. كل ده $20. أيام الرخص ده عندهم ولا إيه؟ عايزين نشوف بقى الإيكويشن. طيب حاضر، تعالوا نكتب أول حاجة عندي. بيقول لي إن هو هيشتري بن، الكوست بتاعها الواحدة ب 1.4. يعني أنا لما بروح مثلا أشتري فاكهة ولا حاجة، هنشتري مثلا مانجا، لو أنا مثلا اشتريت 3 كيلو مانجا وكل كيلو البرايس بتاعه 60، فأنا بكتب يعني أدي المانجا بتاعتها أهي، وده النمبر أوف كيلو وده البرايس بتاع ال 1 كيلو، فبعمل الاثنين ملتبلاي في بعض. فنفس الكلام احنا هنعمله كده. انا هنا هو هيشتري عدد من البنز، انا مش عارفه هم كام، بس البرايس بتاع كل ايتش كل واحد فيهم 1.4، فالبي دي هعملها ملتبلاي في 1.4، يبقى ادي بي ملتبلاي 1.4. دي كده السعر الكلي بتاع كل البنز اللي هو اللي اشتراه. طب هو اشترى بس بن، اشترى كمان كلر، يبقى هكتب بلس الكلر اللي هي السي، هو قال لي سميها سي، سي تايمز 3.5، يبقى ده السعر الإجمالي بتاع كل الألوان اللي هو اشتراها. وبعدين اشترى هايلايتر، اكتبها فين؟ هكتبها تحتها. وكمان بلس الهايلايتر اللي هي اتش، اشترى كل واحدة ب2. وبعدين اشترى نوت بوك البرايس بتاعها ب5.5، يبقى دي كل الكوست اللي هو اشتراها، كل الحاجات اللي اشتراها. بس هو معاه $20. يعني احنا لما بنروح مثلا كارفور ولا حاجة ومعاك مثلا 1000 جنيه في جيبك وانت بتشتري الحاجات بقى، تختار حاجات، بتبقى عامل حسابك ايه وان انت بتشتري ان الحاجات اللي احنا هنختارها واحنا واقفين عند الكاشير السعر بتاعها لازم يكون يعني لا اما 1000 جنيه لا اما less than 1000. ما ينفعش ابقى جايبه حاجات كتيره وحطها عند الكاشير وسعرها مثلا 2000، لان هيبقى منظري وحش كده ان انا مش معايا باقي الفلوس. فدايما لما بيبقى معايا مبلغ زي كده ورايحه اشتري حاجه، يبقى هيبقى less than or equal 20. يبقى كل الكلام اللي فوق ده اللي هو 1.4b plus 3.c plus 2h plus 2.5.5، كل الحاجات اللي انا اشتريتها دي في الاخر لما اروح ادفع عند الكاشير هتكون less than or equal 20، عشان منظري ما يبقاش وحش قدام الكاشير وانا مش معايا الفلوس وانا جايبه حاجات كتيره ومش معايا فلوس ادفع. يعني ممكن الحاجات اللي انا اشتريها يبقى البرايس بتاعها مثلا $19 او 18.5، ماشي. هو زي ما تجيب بقى مش هتطلع بالظبط، يعني انت وانت عند الكاشير ممكن بتشتري حاجات انت عامل حسابك ان هم يبقوا 1000 بس طلعوا مثلا كده ب 19 ب 1900 او 900. ان هو المهم اهم حاجه ان هو تكون ايه less than or equal 20، عشان بس منظرنا قدام الكاشير ما يبقاش وحش ان احنا مش معانا الفلوس. فانا هي يعني less than or equal 20، يعني البرايس بتاع الحاجات اللي هو اشتراها ممكن تكون equal 20، ممكن تكون less than 20، وهيبقى كده وفر وكويس قوي.
فانا كتبت الايكويشن، هي بس كل الموضوع ان انا اكتب الايكويشن دي. كل الحاجات اللي اشتراها must be less than or equal to it، الفلوس اللي هو في جيبه. طب هو بيقول لي ايه؟ هات لي الاتش لوحدها. الاتش فين؟ الاتش عايز دي. بيقول لي انا عايز الاتش بس لوحدها، مش عايز حد معاها. فنعمل ايه؟ شايفين ال 5.5 دي؟ اقول لها روحي الناحيه التانيه لو سمحتي بالنيجاتيف. طيب و 3.5 سي اقول لها برضو روحي الناحيه التانيه لو سمحتي بالنيجاتيف. ودي برضو هوديها الناحيه التانيه برضو بالنيجاتيف. يبقى يلا كده يا بتول، يبقى ال 2 اتش اللي احنا عايزينه ومش عايزين حد معاه. وراح ايه؟ طرد كل الناس اللي جنبه، قال لهم مع السلامه امشوا من هنا. ده عامل زي اسرائيل. يلا بينا. اه 1.4 نيجاتيف 1.4 بقى عشان هتروح يبقى 20 minus 5.5 وكمان نيجاتيف 3.5 سي، والبي ده برضو رايح الناحية التانية نيجاتيف 1.4 بي. يلا كان نكمل بقى 2 اتش ازاي. 20 minus 5.5 على الكالكوليتر كده هتحسبيها هتلاقيها 14.5، وهنا هتبقى نيجاتيف 3.5 سي نيجاتيف 1.4 سي بي. الحمد لله ظبطناها كده يا بتول. هعمل ايه بعد كده؟ انا عايزه الاتش بس مش عايزه التو. نعمل ايه؟ ايوه لحظة ديفايد 2. هنعمل ديفايد قبل 2 هنا. الأخافة. نعمل ديفايد 2 والناحيه الثانيه اعمل برضو ايه؟ ديفايد 2. بس طيب خلاص خلصنا. طلعت فين؟ اكنسل دي مع دي كده. يبقى الانسر عندي اي واحده يا بتول، شوفي كده. طب ال 20 راحت فين دلوقتي؟ ال 20 مش في 20 ماينس 5.5؟ اه اهي هتبقى 20 ماينس 5.5 هتديني 14.5. خدي بالك ان هي بص اهي، ادي 5 اهي راحت الناحيه الثانيه، اول حاجه طردت اهي، هي دي 5.5. فالكوريكت انسر كده هتكون انهي واحده؟ اللي هي ركزي كده معايا، اللي هي 14.5 نيجاتيف اول واحده 3.5. يا ميس، بس انا عايز اسال سؤال معلش. هو يا ميس دلوقتي ليه ال 14.5 ونيجاتيف 3.5 ونيجاتيف 1.4 ما ينفعش ليه كلهم نعمل لهم ماينس مره واحده اوفر ال 2 على طول بدل ما نكتب كل ده؟ يعني ولا هو علشان عايز اللي هو عايز قبل ما نطلع الناتج، صح؟ ها يا ميس؟ لا هو انا بص، انا اقول لك حاجه، احنا بنمشي ستيب باي ستيب. يعني انا اول حاجه الاتش 2 اتش لا انا وجنبها كنت حاجات فاكر ان كتير. هو عايز الاجابه بتاعت لما نعمل بقى على طول، فهو عايز الاجابه في الاخر. ده اللي انا كنت فاهمه، لكن لما بصيت على لا على الاختيارات لقيت ان هو لا، عايز الستيبس، عايز اشوف ان انا فاهم ولا لا. عايز الستبس. اي هو عايز الستبس، هو مش عايز، يعني هو كده كانه بيقول لي ايزوليت. السؤال ده كده في الليسون المفروض بتاع الايزوليت، احنا هناخده في الايزوليت. يعني اه بيقول لي افصل بس الاتش لوحدها بكام. ايزوليت هو ده اللي احنا طريقه الايزوليشن اللي هي ان انا بفصله، بعمل فصل ليه. كل حاجه جنبه بقول لها روحي الناحيه التانيه لو سمحتي مش عايزين. يعني هي 2 اتش طردت ال 5.5 وطردت 3.5 وطردت اللي هي 1.4. كل ده ودينا الناحيه التانيه، بس لما يروح الناحيه التانيه بيروح نيجاتيف. ولقيت ان هنا عندي 20 ماينس 5.5 هتبقى 14.5. وبعدين هنا في 2 اتش هنعمل ديفايد 2 يبقى هي دي بس. اوكي خلاص احنا كده خلاص خلصنا الحمد لله. ده الانيكواليتي ده يعني لسه مهم جدا، وبالذات الابسولوت فاليو لازم بيجي لما يبقى ابسولوت فاليو سواء less than or greater than. وكمان لما يبقى الابسولوت فاليو في ايكوال. وبقى التراي اند ايرور ده برضو بيجي في حاجه، بس ثواني انا يعني ايه. لما يبقى الايكويشن فيها اكس وواي، يعني احيانا يجيب لي كده في الاكزام في هنا حاجه فيها اكس وواي. اهي عشان بس نبقى خدنا كل الاحتمالات اللي بتجيلنا في الاكزام. يعني مثلا انا عندي سؤال هنا اهو فيها اكس وواي، فانا هنا مش هنعملها تراي اند ايرور.
ازاي؟ يعني انا هجرب كده. شوفوا ده الاكس وده الواي. يعني انا هجرب هنا، تعالوا نجرب كده. يا ترى لما ابدل الاكس واحط بدلها 4 يبقى هعمل 2 تايمز 4 ماينس 1. يا ترى الكلام ده صح؟ greater than 3 times 2. هل الانيكواليتي كده مظبوطه؟ يعني هتبقى 2 تايمز 4 ب 8. 8 ماينس 1 يعني هتبقى 7. هل ال 7 greater than 6؟ اه صح، يبقى دي صح. يبقى هي اول انسر. يعني ايه غريبه طبعا ان احنا اول اجابه. ده is not solution. not solution. يبقى دي، ما انا بقول غريبه برضه. not solution يبقى خلاص ماشي، دي مش عايزينها. هو عايز النوت solution، يعني عايز حاجه ما تنفعش. يبقى دي كده خلاص مش هتنفع معانا. هو عايز مين؟ عايز النوت solution. تعالوا نشوف تاني واحده. طيب ابدل الاكس ب 2. يلا نبدل الاكس ب 2. هتبقى 2 تايمز 2 minus 1 greater than 3 تايمز y اللي هي ب 1. تعالوا نحسبها كده. هتبقى 4 minus 1 اللي هي 3. 3 ايكوال بعض. 3. شوفوا كده. هل 3 greater than 3؟ لا. نو. يبقى هي دي اللي هو عايزها. خدوا بالكم هو عايز not. not correct اللي هي دي. على فكرة احنا لو كنا جربنا السي والدي كان هينفعوا، كان هيديك حاجة فعلا الكواليتي مظبوط. يبقى هو عايز النوت مش عايز ان انا اجيب. عشان كده انا لما جربت اول حاجة وطلعت كده ان هي 7 greater than 6 يعني استغربت بصراحة. مش معقولة يعني الليتر ايه يبقى الصح كده من اول محاولة، مش من عوايده يعني. فهو عايز نوت، فنركز بس كده واحنا بنقرا السؤال. هي كده الإجابة بتاعتي اللي هي نوت، اللي هي مش هتنفع، اللي هي ليتر. لما يبقى فيها اكس وواي، لما يبقى فيه اكس وواي دايما بنعمل ايه؟ تراي اند ايرور. بنجرب بقى الفاليو الاولانيه دي الاكس والفاليو الثانيه هي الواي، واجربهم واحده واحده وابدل واشوف يا ترى مين فيهم اللي هي هو سواء عايزها نوت او ممكن كان يجيب لي ان هو عايز السولوشن على طول من غير كلام. يعني كنت هبدل كده واشوف مين يا ترى هتديني الايكواليتي ترو. خدوا بالكم انا لما بيديني تو انيكواليتي زي كده بحسب الاكس هنا وبحسب الاكس هنا وبدور في الاجابات بشوف ايه اللي هتديني صح في الحالتين. يعني هتحقق لي دي وهتحقق لي دي، مش واحده بس، الاثنين. ده ويز كالكوليتر ماشي.